شفت يا سعفان بيه؟ ايه جالك كلامي؟ صاحبك بقى فوق فوق فوق. الدور والباقي علينا احنا اللي متعينين قبله. وعمرك ما هتزيد عن كده. انت تيجي ايه جنب نباهة وذكاء ولباقة ووسامة عثمان بيه ابني اللي انا مرنته وعلمته. مش انت بقى اللي مرنته وعلمته؟ اه. طب روح خليه يتوسط لك عند السويفي بيه، يمكن يقدر يمشي لك موضوعك ويمضي لك على المكافأة. ده يتمنى ان اقول له ان عايز اي حاجة. خلاص مادام يتمنى، مستني ايه؟ قوم قوم ما تضيعش وقت. صباح الخير يا سعادة البيه. صباح الخير يا عثمان افندي. اقعد. انا جاي اسأل سعادتك اذا كان في اوامر. طيب يا اخي، هي الاوامر يعني ما تبقاش اوامر الا وانت واقف. اؤمر سعادتك. قبل ما انسى، انا قريت قصتك الاخيرة في البلاغ وعجبني اسلوبك فيها، حسيت فيه الصدق. اشكرك يا فندم، ده بس من رضا سعادتك. حقيقي اسلوبك بديع. اهو على قد الواحد ما بيقدر. انت تعرف سعادة المدير العام مترجم ممتاز رخر؟ قالوا لي يا فندم. ده مترجم بعض المراجع المهمة، والمراجع دي يا فندم تحتاج لدقة في الترجمة، دقة علمية غير ترجمة الروايات وما اشبه يعني. بمناسبة الكلام عن اللغة والاساليب، انا علي القاء محاضرة في جمعية الموظفين. ان شاء الله يا فندم مش هتفوتني، علشان اتزود بالمعرفة وبالحكمة. انا فعلا كتبت نقط المحاضرة. يا ريت يا فندم يكون لي حظ اني اطلع على النقط دي. ده انا هديهم لك يا عثمان افندي علشان تصيغ انت المحاضرة باسلوبك البليغ اياه. سعادتك يا فندم بتزدني شرف في هذه الثقة الغالية. النقطة هي يا سيدي، عليك بقى تفك رموز خطي الوحش ده. عثمان بيه، صباح الخير يا عثمان بيه. مين عم سعفان؟ اهلا اهلا. ايه اللي موقفك هنا؟ اهلا بيك يا ابني. اصل انا كنت جاي اشرب معاك فنجان قهوه. تشرف يا عم سعفان وتنور. ما تتفضل معايا نشربها في المكتب سوا. اتفضل يا بيه. اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل يا عم سعفان. اتفضل اقعد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. تعرف انها اول مرة اشوف فيها مكتبك. وعلى الله يكون عجبك. يا سلام، فخم قوي يا عثمان بيه. يا سلام يا سلام. فاكر لما جيت عندنا اول مرة في المحفوظات؟ فاكر. وكان مكتبك عاوز له عمرة، كنت بخاف على بدتك من المسمار اللي في الكرسي. ودي ايام تتنسي يا عم سعفان. بس على فكرة الكرسي دلوقتي ما فيهوش مسمار والدولاب ما فيهوش تعبان. ايام كانت كلها تعب وشقة. ده احنا طول الشهر اللي فات يا عثمان بيه. الو. ايوه انا عثمان بيومي. طيب ما احنا بعتنا لكم مذكرة بيها وموقع عليها من السويفي بيه شخصيا. كده. طيب انا هشوف الحكاية دي بنفسي. مع السلامة. كنا بنقول ايه يا عم سعفان؟ نعم. ده انا اتفضل. انا اصلي كنت بقول يعني اننا طول الشهر اللي فات كنا سهرين في الدوسيهات عمالين نوضبها ونرصدها، وانت سيدي عارفين بقى يا عثمان بايه. انت قدها ودود يا عم سعفان. لا بقى يلا، بس برضه السن له حكمه. ده انا حتى كنت جاي لك في خدمه. اؤمر يا عم سعفان اؤمر. عثمان بيه، سيادة المدير العام في انتظارك. طيب انا جاي حالا. اسف قوي يا عم سعفان، اصل في اجتماع مع سيادة المدير العام. عن اذنك دلوقتي بقى نكمل كلامنا بعدين. بس بعدين. صح النوم يا سي الاستاذ. صح بدنك يا خالتي ام حسني. ده انا كنت عاوزه اصحيك، لكن قدريه بقى قالت لي انك طول الليل كنت بتكتب. خير ان شاء الله. عندي ضيوف عاوزك تسلم عليهم والنبي. مين؟ تعالى معايا وانت تعرف. اهلا يا سيدة، ازيك؟ ان شاء الله تسلم. عاش من شافك. تعيش على رأي اللي قال مسير الحي يتلاقى. انا الحقيقة كنت عايز اقعد معاكم كتير لولا اني مرتبط باكتر من ميعاد. ما تعطلش روحك. خليك شوية كمان. لا اصلا انا عندي ميعاد مع واحد معايا في الديوان وقبله هفوت على الشيخ حامد. الشيخ حامد اللي كان ساكن عندنا ايام ما كنا لسه في الكتاب، فاكرة يا سيدة؟ فاكراه يا خالة. والنبي تسلم لي عليه. يوصل. أظن مقابلتك مع السيدة مفاجأة ما كانتش على البال وعلى الخاطر يا عثمان.
مش قادر اتصور ان الانسان ممكن يتغير بالشكل ده. يتغير ازاي يعني؟ لا يمكن تكون دي سيدة اللي انا حبيتها واتمنيت اتجوزها في يوم من الايام. دي بقت حاجة تانية يا حامد، حاجة تانية. دي بقت شيء بليد تقيل الحركة. دي مش سيدة اللي اتغيرت يا عثمان. ها؟ انت اللي اتغيرت وبقيت بتشوفها دلوقتي بعين تانية، بعين حضرة المحترم عثمان بيه بيومي الصديق السويفي بيه. لا يا حامد، انت بتظلمني. الحكاية مش زي ما انت متصور. انا لما شفت سيدة كانت مقابلة محنطة، مفيش كلام نقوله. حسيت ان كل الكلام اللي في الدنيا قلناه في يوم من الايام، قلناه وخلصناه، ما بقاش في كلام تاني ممكن يتقال. ما بقاش في كلام يا عثمان عشان ما بقاش في حب، عشان انت يا عثمان نسيت نفسك. لا ابدا. السيدة بقت حاجة تانية. السيدة بقت ست بيت دلوقتي. تصور تخنت قوي، اتغيرت كتير عن زمان. ايام السبيل والسطوح والصحراء. الزمن الاخضر راح يا حامد، راح. لا الزمن بيغير صحيح يا عثمان، لكن بيغير الشكل، ما بيغيرش القلب. انت عارف يا حامد، انت عارف سعفان افندي اللي كان رئيس في المحفوظات؟ ماله؟ تصور انه عيط وهو بيسلم علينا في المكتب ساعة ما كان طالع المعاش. هي لحظة صعبة ما فيش شك. صدقني يا حامد، ساعتها ما قدرتش احوش دموعي. اشكرك على عاطفك النبيلة يا استاذ عثمان. يا سلام يا عم سعفان افندي، انت يظهر مش عارف من عندي. الحمد لله، رضا الخلق من رضا الخالق. انما انت ايه اللي نزل شعر راسك بالشكل ده يعني؟ اصل انا بقى يكفيك الشر، عندي مرض في المعدة. وهو اللي طير الكام شعر اللي كانوا فاضلين. ربنا يشفي ان شاء الله. كويس كده بقى يا استاذ عثمان. ما حدش بياخد زمانه وزمان غيره. على رأي ام كلثوم، الامل لولا عليا. والله انا اللي تعبني ان ما فيش ليا غية اشغل بها نفسي. على العموم هتحس بالراحة لو فكرت ازاي كنت محبوب من الكل. ما انا برضو بحس بشيء من الرضا كل ما افتكر ان قمت بجميع واجباتي العائلية. ده فضل من الله. لكن برضو ما بنساش اول يوم ليا في الخدمة كأنه كان امبارح. هو ده يوم يتنسي؟ ده زي يوم الجواز تمام. اظن انت لسه ما اتجوزتش يا عثمان بيه. هتجوز ازاي وانا شايل على كتف الحمل التقيل اياه؟ النهارده انت راجل ملو هدومك. انت دلوقتي غير الشاب اللي انا استلمته وبيحط رجله على اول السلم. عمر برضو يا عم سعفان، عمر. بس بقول لك ايه، خلي بالك اوعى القطر يفوتك. قصدك الجواز؟ ها؟ لا الجواز وغيره. المهم الواحد ما يخليش فرصة تفلت من ايده. عشان الفرصة بتبقى زي لمح البصر. الشاطر هو اللي يلحقها قبل ما تفلت منه. كل شيء نصيب يا عم سعفان، كل شيء نصيب. اي نعم. بس تعرف يا عثمان بيه يا ابني، تعرف ان الرضا من نعم الله على الانسان في حياتنا الدنيا دي. ايوه لان الرضا من نفحات ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. انا مثلا ما تتصورش قد ايه انا راضي وسعيد، لان شخص كريم ما ينسانيش ويفكر فيا. ما هو من اسباب السعادة لما الواحد يفتكر الايام السعيدة، ولا ايه؟ ما هو النسيان ده يكفيك الشر، هو والموت سوا يا عثمان بيه يا ابني. ربنا يبارك في عمرك. تعيش يا حبيبي تعيش، وتكون ايامك كلها راحة وامل. فكرتني. انا سمعت ان في درجة فضيت في الديوان. درجة الاستاذ بهجة. ايوه انت طبعا رشحت نفسك ليها. رشحت نفسي والباقي بقى على الله. ربنا معاك كريم ان شاء الله، ناجح بعون الله. خلاص يا حامد، بارك لي. ألف مبروك يا سيدي. هي النتيجة طلعت؟ الحمد لله، وخدت الدرجة. خطوة جديدة يا حامد يا اخويا. خطوة مهمة يا عثمان، وعلى العموم انت تستاهل كل خير. يا سلام يا حامد، يا سلام. نفس المشوار بقى يقصر شوية. كل ما بمشيه كل ما بحس انه لسه طويل وصعب. كله يهون يا ابو عفان، وهو راكز السويفي بيه سندك. اظن كان له يد في الترقية دي. طبعا. انا كمان رحت شكرته
السويفي بيه ده يا حامد راجل كريم قوي قوي قوي. تصور انه كان بيدافع عني قدام لجنة الترشيح واصر على اني احق المرشحين بالدرجة. ما انت يا عم كنت راسم لها، مش كنت بتدي دروس لابنه مجانا؟ قصدك ايه يعني بقى؟ قصدك ايه؟ قصدك اني ما استحقهاش؟ لا طبعا تستحقها، بس برضه بنفس السويفي بيه. السويفي بيه ما ساعدش حد الا اذا كان يستاهل، وفرق بين اني اخد حاجة ما استحقهاش عن اني اخد حاجة استحقها بنفس واحد مقتنع بيا. انت عارف يا حامد انا بشقى قد ايه ومخلص في شغلي قد ايه. وطبعا بقى سيدي الدرجة دي وراها وظيفة جديدة تليق بيها ولا ايه؟ طبعا. امال انت فاكر ايه؟ صدر قرار خلاص من المدير العام بتعييني رئيس قلم المحفوظات. الف مبروك. رئاسة المحفوظات دي يا حامد مهمة قوي، مهمة قوي على فكرة. ما تفتكرش يعني انها حاجة كده والسلام، لا لان طبيعة الوظيفة هتخليني دايما على اتصال بسيادة المدير العام. ليه بقى؟ اولا يا سيدي علشان عرض البوست على سيادته، ثانيا تلقي اوامر سيادته وتنفيذها، وده طبعا زي ما انت عارف هيديني امتياز مقابلة سيادته باستمرار. طب ويا عثمان هتقابل سيادته بمظهرك ده؟ الله ايه بقى ماله مظهري كمان؟ الانسان يا اخي بعمله مش بمظهره. ايوه بعمله وكل حاجة، انما برضو المظهر مهم. رأيك كده؟ طب انت عايزني اعمل ايه؟ يعني تعمل لك بدلتين يا اخي عليهم القيمة. خلاص، ولو ان يعني الحالة جيم زي ما انت عارف. جيم ولا حه؟ بز بقى بز يا اخي. يا اخي ما انت عارف البير وغطاه. هو انا حيلتي حاجة عشان ابزها؟ هيقول لي البير وغطاه يا راجل، انت مش شوية، انت موظف محترم في الدرجة الخامسة ولازم يبقى عليك القيمة، ما تستخسرش في نفسك حاجة. انت عارف رأيي يا حامد، الاقتصاد نصف المعيشة. هو انت هتصرف على حد غريب؟ ده انت بتصرف على نفسك. امال لو كنت متجوز ولا عندك عيال كنت عملت ايه؟ ده انت بطولك يا عثمان، لا وراك ولا قدامك. برضو اسمه صرف والسلام. هتفضل تحسبها لي بالدانك والسحتوت كده مش هتعيش. مش بالدانك والسحتوت، بالعقل. انا بحسبها بالعقل يا والعقل قال ايه المرة دي؟ خلاص يا سيدي ماشي كلامك، من بكرة هروح اشتري بدلتين عشان خاطرك وخاطر سعادة المدير العام. هتشتريهم جاهزين اظن عشان تبقى عامل فيهم زي ما تكون شحيتهم. امال عايز نعمل ايه تاني؟ تفصلهم يا اخي عشان يبقوا على مقاسك وعليهم القيمة. طيب يا حامد وحياتك كلم لي بقى لسطى حافظ الترز بتاعك. اكلمه لك يا سيدي، دي شغلانة عايزة وصلة اخرى. خلاص يا سيدي، بس مش النهاردة عشان عندي شوية شغل عايز اخلصه قبل ما هقابل بهجت بيه بكرة. ادخل. صباح الاشراقات يا سعادة البيه. صباح الخير. تعال قدم. عثمان بيومي يا فندم، رئيس المحفوظات. رئيس المحفوظات الجديد يا فندم، الجديد. انت اللي بتترجم؟ ايوه يا سعادة البيه. لغتك مش بطالة. دي شهادة اعتز بيها يا فندم. عندك بوسطة مهمة عاوز تعرضها؟ جميع المراسلات مقدسة عندي يا سعادة البيه. اجتماع السيد الوزير. حاضر. اجتماع مجلس الإدارة. حاضر. اجتماع اللجنة. حاضر. اجتماع لجنة المناقشة. حاضر. اجتماع السيد الوزير. حاضر. اجتماع مجلس الإدارة. أخيرا بقيت هنا. عثمان بيه بيومي، سعادة المدير العام. يا سلام، لو تيجي يا سيدة تعالي، اطلعي يا سيدة، عدينا السلالم يا سيدة، سلمة تعالي شوفي، تعالي يا سيدة شوفي الأوضة، بلاش تشوفيني أنا. دي مش أوضة يا سيدة، دي ميدان أطول من حارة الكر وأعرض بكتير. يا سلام، نجفة ولا الشمس ولا السجادة الزرقاء، لون البحر. ما تخافيش يا سيدة، ما تخافيش، اقعدي، ده كرسي يا سيدة. البوسطة نوعين يا عثمان افندي، عادية ومستعجلة. فإذا كان معاك حاجة مستعجلة نشوفها دلوقتي، إذا كانت البوسطة كلها عادية خليها الوقت تاني.
خرجت من عنده يا حامد يا اخويا وانا الدنيا بتلف بيا كأني نزلت من السما للارض تاني لحارة الكرو. هي اللي باقيالنا يا عثمان. باقيالنا ايه يا اخي؟ يا اخي بص لفوق شوية. طب وشكله ايه بقى يا سيدي سعادة المدير العام؟ الحقيقة مش عارف، زي ما تقول كده يعني ما لحقتش اشوفه. كان بيكلمني وانا في حتة تانية خالص. ايه حتة تانية؟ فين يعني؟ على المكتب. كنت قاعد مكانه على مكتبه. نفسي اقعد فيه ولو خسرت الدنيا كلها عشانه. اعقل يا عثمان اعقل، كل شيء بأوان. بس يا خسارة في سكتي السويفي بيه مش ممكن هعرف اخطي وهو في طريقي. يا اخي اللي رقاك يرقيه او يموته. يا ساتر يا رب، استغفر الله العظيم. ليه الافكار السوداء دي يا عثمان؟ يعني يا عثمان بيومي يتمنى الموت لواحد عشان يقعد مكانه؟ احنا مش ملايكة يا حامد، احنا بشر يا اخي، فينا الطموح وفينا ادعي لربك يا عثمان وهو فوق الكل. ونعم بالله. انا ملازي بعد ربنا سبحانه وتعالى المدير العام. اشكرك يا عثمان افندي. على ايه يا سعادة البيه؟ الكلمة اللي نشرتها عني في البلاغ كانت بليغة جدا، ولو انك بلغت فيها شوية. بالعكس يا سعادة البيه، اللي قريته سعادتك ده جزء من اللي انا كتبته، لان الجريدة اختصرت كلامي بسبب الاعلانات. وان شاء الله تكون مبسوط في المحفوظات. انا سعيد حيثما اكون يا فندم ما دمت في رعاية سعادتك. تأكد يا عثمان افندي انك دائما محل تقديري. واحتفالا بهذه الفرحة قلت القدرية تجيب لنا راس وجوز عجالي. تستحق يا سيدي. ما تيجي تتعشى معانا؟ لا بألف هنا وشفا. يا اخي تعالى. انا كمان الليلة عندي ختمة. يا سيدي مش عزومة مراكبية. انا عارف. وقدرية دي بقى ايه؟ طباخة بريمو يا ابني. حقك بقى يا عثمان تدور على بنت الحلال اللي تريح بالك. البني ادم منا يا عثمان محتاج لعطفة، عطفة صدقة، محتاج لدفء بيت، لمشاركة أمينة، لذرية، لقلب يحبه وإيد ولسان، ومحتاج برضه لدرع يحميه ضد الموت مهما انفتح الطريق قدامه. نمشي مع بعض يا سي عثمان. ابن حلال والنبي يا سي عثمان افندي. بس انا ليا شرط مهم يا خالد ام حسني. اشرط على كيفك يا اخويا. شوف يا ستي. نعم. تبعدي عن الحارة وبنات الحارة. الحارة ما بقاش فيها اللي يستهلك بعد سيدة. يظهر برضه ما انتش فهماني. مش فهمك ازاي وانا عارفاك وانت لسه في اللفة. انا عايز واحدة بنت ناس من عيلة يعني. عندك مثلا بنت المعلم حسونة صاحب ابور الطحين. ابعدي عن الحتة دي خالص، دوري لي على بنت واحد متريش، صاحب املاك، يعني موظف كبير. انت هتتجوزها هي ولا ابوها؟ الاتنين. ازاي بقى؟ الجواز مش مسألة انك تلاقي واحدة تقعد في البيت، لا يا ام حسني، الجواز لازم يدفع الواحد لقدام يوصله. يعني لو موظف كبير مثلا او هيسند جوز بنته، مش كده ولا ايه؟ والموظف الكبير ده يا اخويا هجيبهولك منين بقى؟ ده مثلا يعني مثلا انا يا ام حسني بالعربي كده بدور على جوازة تشرف. اسمع بقى يا اخويا، ام زينب الخطبه بتاعت الحلميه هي اللي تقضي لك طلبك ده. عليكي بيها. على كل حال المعلوم بتاعك محفوظ. واناش ضمني. الله، عايزاني اكتب لك وصل ولا ايه؟ اصل انت ولا مؤاخذه كده يعني، ولا مؤاخذه ايدك ما بتخرش الميه. احلف لك برحمه امي وانت عارفه غلاوتها عندي. طيب انت وذمتك بقى يا سي عثمان افندي. وتقولي لام زينب انا ما يهمنيش السن. طيب يا اخويا ناولني بقى الكارت عشان اديهولها. الكارت بتاعي هو يا ستي. وتفهميها كمان ان الجمال ما يهمنيش، المهم تكون مقبوله وبنت ناس وبنت اصل. طب واذا هم بقى سالوا عن الاصل اقول ايه؟ لسه ام حسني ما ردتش عليك؟ كل ما اسالها تقول لي الصبر طيب. ولا يهمك يا سيدي. لا يا حبيبي ده يهمني قوي يا اخي. العرايس على قفا مين يشيل، والبلد فيها بدل الخطبه 1000 خطبه ودلاله. بصراحه بقى عقلي بيقول لي ان مساله الحسب والنسب دي هي اللي موقفه الموضوع. وافرض يا اخي، افرض ان حظك المره دي وقعك في ناس عقولهم فارغه، المره الجايه هتصادف اللي يفهموك ويقدروك. مين اللي يفهم ومين اللي يقدر؟ ده اللي ما فكروش في الحسب والنسب نادرين قوي في زماننا. نادرين في الدنيا كلها. خلاص يا سيدي خلاص، يبقى علينا نحكم عقلنا ونعيش يا عثمان في زماننا صابرين راضين. انما برضو يا حامد يا اخويا الواحد له طاقة. هفضل لوحدي كده لامتى؟ ربك كريم. عن اذنك بقى لما اشوف اخرتها مع ام حسني. يظهر يا عثمان انك
انك هتفضل طول عمرك تبص للمرأة على انها سلمة للدرجة. اخسر يا عثمان، اخسر. وبعدين يا ام حسني؟ ولا قبلين يا سي عثمان افندي، ما هو بصراحة بقى كل ما يسألوني اصله ايه وفصله ايه بتبوظ الجوازة. يا ستي قولي لهم ابوه كان تاجر كبير قوي ومات. تاجر الله يرحمه بقى. ثم الاصل يهمهم في ايه؟ زي ما بيهمك شغلانة ابوها وانها تكون متريشة وبنت اصل. يا ستي لازم تقولي لهم ان ده كلام فارغ. اصل ايه وكلام فارغ ايه؟ المهم انا ايه وبشتغل ايه. انت ناسيه يا ام حسني ان انا رئيس قلم قد الدنيا؟ ده شرف ليهم. طب ما تقول لنفسك يا سي عثمان افندي، ما انت برضو يا اخويا لك شروط صعبة قوي. ايه رأيك في بنت المعلم؟ قلت لك 600 مرة ابعدي عن الحارة واللي فيها. يو طب على كل حال بقى انا هقول لام زينب زي ما قلت لي. يعني انت معايا؟ الخطبة يا اخويا ما عليها الا توفق راسين في الحلال. سلامتك يا فندم. الف سلامة. مش احسن شوية دلوقتي؟ الحمد لله. الراحة مهمة قوي في حالة حضرتك دي. انا ليل ونهار زي ما انت شايف كده، مع راحة البال طبعا. اهي دي اللي الانسان ما يقدرش عليها. كل قلب وفيه ما يشغله. لكن ممكن الواحد يتسلى بحاجة تبعد عنه التفكير في امور الدنيا. مش ممكن ابدا. اهي برضو التسالي بتصرف الذهن عن المشاغل ولو بعضها، وشيء احسن من لا شيء. مش قادر اتخلص من التفكير في تحضير الميزانية الجديدة يا عثمان. يا فندم الميزانية ملحوقة. ما هي المصيبة اني مش عارف حالتي هتستمر لامتى. الامل في وجه الله خير يا فندم. انت مش عارف ان الكومسيون اداني شهر اجازة قابل للتجديد؟ ما تحملش هم حضرتك يا فندم. تلاميذك في الديوان كتار ومستعدين يقوموا بالواجب على احسن وجه، وكله بفضل توجيهات سعادتك. بفضل الله يا عثمان افندي. يا عثمان افندي. ايوه يا فندم. انت عارف ان الكوميسيون مد اجازة الاستاذ السويفي؟ وصلنا جواب الكوميسيون وهعرضه على سعادتك مع البوسطة يا فندم. السويفي هو اللي قال لي في الحقيقة بالتليفون وانا بسأل عليه. مدوله شهر كمان يا فندم. يظهر ان حالته ما تصرش. ربنا يساعده يا فندم. حقنا بقى يا عثمان افندي نفكر في مشروع الميزانية قبل الوقت ما يسرقنا. كلنا جنود يا فندم. انا فعلا فكرت في اصدار قرار بتشكيل لجنة لاعداد الميزانية. ايوه. على ان تكون انت مقررها. ده يا فندم ده يبقى شرف عظيم. شرف عظيم ليه يا سعادة البيه. الجميع بيعترفوا يا عثمان افندي بكفاءتك وانا اولهم. ده من توفيق الله ورضا سعادتك يا فندم. بدليل اني تخطيت وكيل الادارة وقلت اني اسند لك العملية. والله يا فندم ربنا يستر. تحب بقى مين يساعدك في تجميع المعلومات المطلوبة من الادارات المختلفة عشان تكون كاملة تحت ايدك وانت بتكتب الميزانية وبيانها؟ والله يا فندم اللي تشوفه سعادتك. انا هختار لك صادق افندي والقرار هيصدر النهاردة، ونبقى نراجع العملية سوا يوم بيوم يا عثمان افندي. ابدا يا حامد. امبارح طال اجتماعي مع بهجت بيه اكتر من 3 ساعات. هنيالك يا عم. وتقدر تقول بقى يعني انه شال التكليف بيني وبينه، بدليل انه عزمني على واحد قهوة. يا سلام. والقهوة بقى يلزمها السيجارة. وحياتك عندي حصل، بس انا رفضتها طبعا على اساس ان انا ما بدخنش. طب اتكلمتوا في ايه؟ بصراحة بقى بيني وبينك كنت هقول له ان انا عايز درجة. يا عثمان الدرجة مش شقة فاضية في حارة الحسيني ومستنية الساكن. راجل زي بهجت بيه لما يعوز يقدر يخلقها بالعافية. مش بالعافية الله. انما ما تنساش انها درجة مدير الادارة. ما انت بتقول ان صاحبها حي يرزق. ايوه يا سيدي، لكن في حكم الفاضية. بلاش الافكار السوداء دي يا عثمان، وادعي ان الراجل يخف ويرجع لشغله. اديني بدعيله ربنا يشفيه. اهو انت دلوقتي بتضحك على روحك يا عثمان. تنكر انك تتمنى ان درجة مدير الادارة تفضى وتاخدها انت؟ تنكر؟ ما اعرفش، عن اذنك. يا خسارة يا عثمان، يا خسارة. عمال تجري ورا الدرجة وكل ما تجيلك تجري ورا اللي بعدها لغاية كل عمرك ما جري منك انت مش دريان. تعرف يا عثمان لما ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عن انسان بيديله ايه؟ بيديله نعمة كبيرة قوي، نعمة الرضا. اللي انت فيه ده مش طموح، ده جري ورا سراب. هتفضل تجري وتجري وتجري وعمرك ما هتشبع. خلاص الحضرة الإدارية بهرتك.
وهرتك يا عثمان. خسارة خسارة. أشكرك جزيل الشكر يا أستاذ عثمان. لا شكر على واجب يا سوفي بيه. بلغني إنكم بتشتغلوا في الميزانية وكملناها يا فندم وبيانها انكتب. ريحت قلبي، إلهي ريح قلبك. المهم إن احنا اطمنا على صحة سعادتك. الحمد لله، ألف حمد. وإن شاء الله يا فندم هتنور المكتب إمتى؟ أنا ابتديت أتمشى في البيت زي ما أنت شايف. وأول الغيث قطرة. الحكيم بنفسه قال لي إن أقدر أرجع المكتب في ظرف 10-15 يوم. والديوان كله يا فندم في انتظار تشريف سعادتك. أنا دائما بفكر فيك يا عثمان أفندي، مفيش داعي أبدا إنك تكلمني. إذا سمحت لي سعادتك يا فندم، أنا سمعت يعني إن الشؤون القانونية فيها درجة رابعة فاضية. وانت سيدي العارفين الشؤون القانونية دي درجاتها دايما محفوظة لحساب الوزير والوكيل والكلام فيها زي قلته. أساس كلامي أنا يا فندم هو اعتقادي بإني هقدر أستغل ثقافتي القانونية في وظيفة زي دي. أنا معاك، بس ما باليد حيلة يا بطل. والله اللي تشوفه سعادتك بقى. صدقني لما أقول لك إني أنا بفكر فيك. أستغفر الله أستغفر الله يا سعادة البيه. والدليل هو إن أنا طلبت رفع درجة رئيس المحفوظات للدرجة الرابعة. ربنا ما يحرمني من عطف سعادتك يا فندم. وبإذن الله ههنيك قريب. أشكرك يا فندم أشكرك. واخرتها ايه يا خالة ام حسني؟ احلف لك بايه، والنبي انا لسه جايه من عند ام زينب مفيش 5 دقايق قبل انت ما تيجي. اياك بقى تكون اخبار كويسه. بتقول ان ام العروسه هترد عليها بعد بكره. خليك مع الكداب. باذن الله المره دي مقضيه. وتفهميها بقى ان انا مش مستعد استنى اكتر من كده. وان شاء الله الخبر هيكون عندك يوم الخميس قبل المغرب. ليه بس؟ ام زينب طلعت يا اخويا هجاصه. ايه؟ لا بتقطع عرق ولا بتسيح دم. الله، ايه اللي حصل؟ قال ايه؟ لسه بيسألوا عليك في الديوان. يا ستي دي حكايه مش هتاخد دقايق. انا رخرة ما سكتلهاش، ولما زنقت عليها ردت وقالت انهم لسه يا اخويا هيسألوا عليك في الحته هناك. اوه سيبك منها بقى. ما انا رميت طوبتها، لكن وحياة رحمة الغالية ما انا ساكته الا لما هديك بنت الحلال اللي تريح سرك وتريح سرها. وانا في الانتظار. اهلا 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 يا عم سعفان افندي. اهلا بيك يا حبيبي. خطوه عزيزه. هو انا يعني كنت حاجي لعز منك. صدقني الساعه مش هنا عشان اجيب لك شاي ولا حاجه. لا 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 لا، ما خلاص ما عدتش بشرب لا شاي ولا قهوه، ما انتهينا بقى. ده انت طول عمرك كيف قهوه، ما بتشربش غير البن البيتي. اعمل ايه؟ امر الحاكم مطاع. انا مقصر في حقك يا عم سعفان، لكن انت عارف بقى واجبات الوظيفه اللي ما بتخلينيش افضى اهرش. معلش يا ابني، كان الله في العون. والفضل للمتقدم زي ما بيقولوا. والله زملاتي هنا كانوا دايما على بالي، وكان نفسي ازورهم من وقت للتاني، لولا المرض الله يلعنه. شده وتزول يا عم سعفان، شده وتزول. مش باين يا عثمان. ايوه يا خالتي ام حسني. يوه يا اخويا، ام زينب طلعت هجاصه. لا بتقطع عرق ولا بتسيح دم. ايه اللي حصل؟ قال ايه يا اخويا؟ لسه بيسألوا عليك في الديوان. يا ستي دي حكايه مش هتاخد دقايق. انا رخرة ما سكتلهاش، ولما زنقت عليها ردت وقالت انهم لسه هيسألوا عليك في الحته هنا. لا سيبك منها بقى. ما انا رميت طوبتها. لكن وحياة رحمة الغالية ما انا ساكته الا لما هديك بنت الحلال اللي تريح سرك وتريح سرها. وانا يا ستي في الانتظار. معلش يا عثمان، اصبر، مسيرك هتوصل. لو مشيت الامور على المعدل ده هلحق اتمتع بأبهة الحضرة الإدارية العليا وعلى مكتب سعادة بهجت بيه. وانت طيب يا عم حامد. خلينا هنا دلوقتي يا عثمان، خلينا في انتظار العروسة وانت لسه قاعد على مكتبك في رئاسة قلم المحفوظات. اهلا اهلا يا عم سعفان افندي. اهلا اهلا بيك يا حبيبي. خطوة عزيزة. وانا يعني كنت حاجي لعز منك. الساعة مش هنا عشان اجيب لك الشاي الحقيقة. لا ما خلاص ما عدتش بشرب لا شاي ولا قهوة، انتهينا بقى. ده انت طول عمرك كيف قهوة، ما بتشربش غير البن البيتي. انما بقى امر الحاكم مطاع. انا الحقيقة مقصر في حقك يا عم سعفان، لكن انت عارف بقى واجبات الوظيفة اللي ما بتخلينيش افضى اهرش. كان الله في العون. والفضل للمتقدم زي ما بيقولوا. والله زملاتي هنا كانوا دايما على بالي، كان نفسي ازورهم من وقت للتاني، لولا المرض الله يلعنه. شدة وتزول يا عم سعفان. مش باين يا عثمان بيه يا ابني.
شد حيلك امال. والله في الحقيقة بقى انا النهاردة جاي لك عاوز منك خدمة. خير ان شاء الله، خير خير. لا ده انا اصلي كنت عاوز يعني اتفضل اتكلم. عاوز 3 جنيه سلف. نعم. كنت عاوزهم ضروري يعني. يا ريت والله يا عم سعفان، انت عارف مسؤوليات العائلية اللي بتخلي ورايا اخضر ولا يابس. ده انا كنت عاوزهم عشان اشتري ادوية. الحقيقة انا لو كنت اعرف اسرق كنت اسرقهم ولا ارد لكش اي طلب يا عم سعفان. طيب بقول يعني ما تقدرش تديني ولو جنيه واحد؟ يا عم سعفان افندي، انت بتخليني اتعذب وانا بسمع كلامك ده، مش كده امال؟ مش كده؟ طيب معلش، رحمة ربنا واسعة وقادر يريحنا جميعا. امين. صدقني يا حامد، الراجل سلم عليا، صدقني ما كنتش قادر احوش دموعي. دموعك؟ دموع التماسيح. صدقني يا حامد، صدقني. اصدقك؟ مش فاهم دموعك دي كان لازمتها ايه؟ كنت ادي للراجل الفلوس اللي طلبها احسن من الدموع. انا فعلا الحقيقه عقلي وزني الحقه واديله اي مبلغ. وزك؟ امتى؟ بعد ما مشي؟ انا بحكي لك على اللي حصل يا حامد. الله، هو انت دايما يا اخي تاخد كلامي بطريقه؟ الصديق يا عثمان، الصديق اللي يخاف على صديقه ويقول له الحقيقه. ها؟ عن اذنك بقى. على فين؟ على فين؟ عايز اروح بسرعه عشان اشوف ابني الصغير. ماله؟ كان تعبان قوي امبارح ونزلت جبت له الدكتور في عز الليل فكتب له عليه ادويه. اطلب اللي انت عايزه يا حامد، ده انا ياما استلفت منك. لا متشكر قوي يا عثمان، الحمد لله مستوره. المرة دي بقى جايبالك عز الطلب، واحدة نظرة مدرسة. عال نشوفها. على عينك يا تاجر، اسمها الست أصيلة وهي أصيلة. لكن يعني انت مش شايفة ان نظرة المدرسة لازم تكون كبيرة شوية؟ كبيرة في المقام وفي السن. الست أصيلة في عزها ما تسيتش كده عن 35. طيب قولي لي، مطلقة ولا أرمل؟ الله، ايه اللي بيضحكك بس؟ اهو السؤال ده بقى مالكش حق فيه يا سي الأستاذ. من حقي أسأل، ده جواز مش هزار. ولا حدش يا اخويا يقدر يعيبك. يبقى ايه الغريب في سؤالي بقى إذا كانت مطلقة ولا أرمل؟ أصل يا اخويا واحد كده زي جنابك بيقرا ويكتب ومتنور ما يصحش يسأل سؤال زي ده. ليه بقى؟ عشان انت عارف انها هي واللي زيها كان محكوم يا عيني عليهم ما يتجوزوش طول ما هم بيعلموا في المدارس. الحقيقة ما كنتش واخد بالي. شفت بقى يا اخويا؟ شوف. عندك حق عندك حق. نتوكل بقى على الله بقى. نتوكل على الله. يعني اقول لها تقولي لها ايه؟ تقولي لها ايه قبل ما اشوفها؟ يعني غرضي كده اطمنها واريح قلبها. تريحي قلبها ازاي قبل ما تشوفني هي رخرة؟ صورتك كانت كفاية عندها. ولو. طب انت ايه اللي مزعلك في كده؟ الاصول اشوفها شخصيا وتشوفني شخصيا علشان يبقى الاتفاق على اساس سليم. هيحصل. امتى؟ اي يوم بعد الظهر، بعد ما ترجع من الديوان وترجع هي من المدرسة. طيب حدد لنا معاها ميعاد. انا سألتها وقالت الميعاد اللي يعجبك انت. بكرة اروح معاكي اشوفها وتشوفني. يو، ما تتكلمي يا ست أصيلة، ما بتتكلميش ليه؟ طيب والأستاذ راخر ما بيتكلمش ليه؟ انا الحقيقة طمعان في اني اسمع صوتك الجميل. مش للدرجة دي. طب خدي ودني واسمعي بيها. عثمان افندي راجل دغري اللي في قلبه على لسانه، وبكره هتعرفيه كويس. وانا كمان احب اسمع ياسي الأستاذ. شرفتينا يا أستاذة. ايه اقول كمان ولا ايه؟ كمان والنبي، كمان والنبي يا سي الأستاذ. أنستينا يا أستاذة. الأستاذة بقى عليها تسمعنا حاجة. أصل الزعيق في المدرسة طول النهار بينبح الصوت. هي مهنة التدريس متعبة على بعضها. اسألني أنا، كنت فاكرة اني هستريح لما ترقيت نظرة. طلعت لي مشاكل المدرسات فوق مشاكل التلميذات. وعندك كمان شغل البيت. لا، شغل البيت ده ما بيهمنيش. بالعكس، انا بحب اعمل حاجتي بنفسي بدل لكلكة الخدامة. انت رخرة بيتك زي الفل يا ست أصيلة. ده الفل هو اللي زي بيتها. الست أصيلة هي وشقتها على بعض كده عاملين زي صحبة ورد على فل وعلى ياسمين. مش عارف مين اللي بيقول الكلام ده، داود حسني؟ مين اللي بيغني الكلام ده؟ مش عارف. يبقى بيغنيه على ست أصيلة بقى. هي الشقة لطيفة فعلا، وبيزيدها لطافة انها على ناصية وقدامها
وقدامها خالي، مش كده برضه ولا ايه؟ ايوه امال ايه خالي، عشان كمان الجيران ما تجرحناش. تحب نشرب قهوة كمان؟ لا يا فندم، والله الحقيقه واحد قهوه كفايه. طب نعمل شاي. انا بصراحه ماليش تقل على الحاجات دي. الاستاذ بقى بيشتري البن ولا بيشربوش؟ إيه؟ البت اللي بتشربه الخدامه بتاعته. اي والله. الحقيقه طيب استاذن انا بقى. طيب ما بدري. صدقيني انا في الحقيقه قايم غصب عني علشان سعاده المدير العام مكلفني بشغل اضافي، وانت عارفه بقى ان اوامر الناس دول مطاعه. ربنا يقويك. متشكر يا فندم قوي. وانا بقى باذن الله هاجي بكره ازور السيده وبالمره افوت عليك بعد المدرسه طبعا. اظن التلامذه يكونوا روحوا دلوقتي يا سي الاستاذ. بقى لهم شويه. قول لي بقى بصراحه كده نويت على ايه؟ بالنسبه للست اصيله. الله، هو انا مش مديها ميعاد قدامك عشان ارد عليها؟ اوام كده يا خاله ام حسني. مالكش حق بقى يا سي الاستاذ. وانت ست العارفين الحاجات دي يعني عايزه تفكير وتدبير. تدبير ايه؟ احنا دلوقتي ما يلزمناش غير الدبله والشبكه وكم ازازه شربات كده. ايوه، ووراهم المهر يا شاطره. العروسه يا اخويا ما بتدقش في حكايه المقدم، شرطها بس المؤخر يكون 150 جنيه. كلام طيب، بس بقى العجله مش شيطان زي ما بيقولوا. والنبي حيرتني معاك يا سي الاستاذ. انت ما انتش واخده بالك ان انا لازم اشوفها وتشوفني مره واثنين وثلاثه عشان نتاكد من بعض زي ما سبق وقلت لك. مش عارفه اقول لك ايه بقى يا سي الاستاذ. اهلا اهلا اهلا، خطوه عزيزه يا سي عثمان. الله يعز مقدارك يا حامد. قول لي ابنك ازاي؟ الحمد لله كويس. تعرف يا حامد، انا لما شفت ولادك حسيت ان في حاجه ناقصاني، يعني حاجه كبيره قوي. ايه يا ترى الحاجه دي؟ درجه جديده؟ لا لا يا حامد، الاستمرار. ولادك هم استمرارك في الحياه. تفتكر يا حامد الدرجه هتعمل ايه قدام المرض ولا العجز ولا الموت؟ يا راجل ربنا يديك الصحه وطولة العمر. قول لي عملت ايه في موضوع أصيلة هانم؟ مش عارف يا حامد، يعني زي ما تقول حاسس كده بتردد. الله، ليه؟ ما انت كنت لسه بتتكلم عن الأولاد والاستمرار في الحياة ما خبيش عليك يا حامد، أنا صحيح نفسي في ولاد، في ابن يجي يكمل مكاني، ما يعنيش زي ما أنا عانيت، يعني يطلع وراه سند، وراه اسم أبوه يسنده ويرفعه لفوق. صحيح نفسي في ابن، لكن صدقني مش من أصيلة. الله، انت كل واحدة تطلع فيها عيب. انت عايز ايه؟ أصيلة مش هي الشخصية اللي أنا بدور عليها. يعني ايه؟ يعني في نوع من الستات ما يساعدكش في أي حاجة، ملوش أي دور إيجابي في حياتك، وأفتكر إن أصيلة من النوع ده. انت لسه برضو بتفكر بالطريقة دي يا عثمان؟ ما هو ما كانش الجواز يرفع الإنسان ويخليه راجل ناجح وسعيد، بلاش منه خالص. طيب وإيه عيب أصيلة؟ كل واحدة تدور لها على عيب؟ أنا نفسي أفهم بس إيه العيب اللي في أصيلة. مفيش عيب محدد، إنما هي كلها مش الشخصية اللي أنا بدور عليها. استغفر الله العظيم. أنا اتحرمت من حب يا حامد. صدق يا حامد، أصيلة دي مش الشخصية اللي أنا بدور عليها. يعني إيه؟ يعني في نوع من الستات ما يساعدكش على أي حاجة، ملوش أي دور إيجابي في حياتك. أفتكر إن أصيلة من النوع ده. أنت لسه برضو بتفكر بالطريقة دي يا عثمان؟ ما هو إن ما كانش الجواز يرفع الإنسان ويخليه راجل ناجح وسعيد، بلاش منه خالص. طيب وإيه عيب أصيلة؟ كل واحدة تدور لها على عيب. أنا نفسي أفهم بس إيه العيب اللي في أصيلة. مش عيب محدد يا حامد، إنما هي كلها مش الشخصية اللي أنا بدور عليها. يا حامد، أنا اتحرمت من الحب من يوم ما سبت سيدة. مفيش حب بيملى عليا حياتي، يبقى على الأقل ألاقي زوجة بنت عيلة، بنت أصل وعزوة، تزقني وتساعدني في طريق المجد. لا دي مش وظيفة الزوجة يا حامد. أنت كده بتحمل أصيلة فوق طاقتها. أنا عايش حياتي على تحقيق حلم الصعود للحضرة الإدارية العليا. أنت عارف، لمكتب سعادة المدير العام بهجت بيه. الحلم ده هو يا حامد اللي مالي عليا حياتي. أي حاجة تانية لازم تكون في خدمة الحلم ده وتساعد على تحقيقه. معنى كده إيه؟ معناه إنك هتفضل عايش في وهم يا عثمان. عارف يعني إيه وهم؟ وحتى لو الوهم ده اتحقق ووصلت للحضرة الإدارية العليا زي ما بتقول، ساعتها هتحس إنه وهم، هتحس بيه أكتر، هتحس إن
ان حياتك راح تهدر من غير قلب جنبك، او ابن يحمل اسمك، او بيت تعمله بدمك واحساسك وقلبك ومالك. معرفش يا حامد، جايز كلامك صحيح، لكن انا انت ما شفتش حاجة عشان تحكم. ما شفتش ايه؟ ما شفتش عظمة وفخامة بهجت بيه جوه مكتبه يا حامد. لو اي واحد عنده ذرة احساس وطموح لازم يتمنى يبقى زيه. ايوه يا عثمان، بس ما يتمناش انه يضيع حياته عشان يبقى زيه. على العموم الحلم ده ما يمنعنيش اني احقق الدين والدنيا، بس مش اي دنيا. الصبر يا حامد، الصبر له حدود يا عثمان، بيحددها عمر الانسان، ومن حق نفسك عليك انك تعفيها من الحرمان اللي بتعيشه. لكل حاجة تمن يا حامد، والحرمان اللي انا عايش فيه تمن الطموح اللي بيملاني. لا، ده مش طموح يا عثمان. لا مش طموح، ده طمع. طمع. وحتى لو طموح راخر له حدود يا عثمان، المرة دي بيتهيألي انها اخر فرصة ليك. كونك ترفضها معناها انك بترفض حياتك كلها اصيلة من وجهة نظري اصلح الناس ليك. ولازم يا عثمان تفكر كتير قوي قبل ما ترفض. الو، قلم المحفوظات. اهلا، صباح الخير يا سويفي بيه. لا والله لسه محدش جاني. في واحدة وصلت دلوقتي حالا، يمكن تكون هي. يا فندم، أنسية ايه؟ اطمئن حضرتك يا فندم، انا هعمل اللازم وزيادة شوية. دايما في الخدمة سويفي بيه. مصحوب بالسلامة يا فندم، مع السلامة. اهلا بيكي. متشكرة. انا أنسية رمضان. تشرفنا. لسه سويفي بيه كان بيكلمني عنك دلوقتي. باين عليكي صغيرة. ابدا، 18 سنة. عظيم. شهادتك؟ بكالوريا علمي. جميل. الله، طب ما كملتيش ليه؟ ظروف يا فندم. ظروف هي اللي خلتني اكتفي بالبكالوريا. تعرفي انك بتفكريني بنفسي. العفو يا فندم. انا برضو لما تعينت هنا كان معايا البكالوريا بس، وكملت تعليمي وانا موظف. الهمة يا أنسة أنسية شيء عظيم جدا، تفتح كل الأبواب. أيوة، بس المجتمع والناس. مفيش حاجة اسمها مجتمع. الاعتماد على النفس أحسن من مهاجمة المجتمع، وشق الطريق وسط الصخور أحسن من انتظار صدى. المسألة مش بالشكل ده يا فندم. أنا أسفة. بس احنا بنعيش وسط مجتمع له ظروفه وتقاليده، لازم هيأثر فينا، واحنا بقصد أو من غير قصد بنأثر فيه. أنا ما أعرفش غير حكمة الله سبحانه وتعالى وعزيمتي. هنديك الوارد كويس، ده أنسب عمل للموظف الجديد عندنا. شكرا يا فندم. ومنتظر منك دايما إنك تكوني أهل للثقة دي. أرجو. اتفضلي. ده سرك الوارد. أيوة. بتعيدي فيه الجوابات، موضوعها، تاريخها، صدر منين، راح فين. تحت أمرك يا فندم. طيب اتفضلي دلوقتي على مكتبك، وإذا صادفك أي متاعب من الزملاء بلغيني على طول. حاضر يا فندم، عن إذنك. اتفضلي. بنت غريبة أوي يا حامد، أول مرة في حياتي أصادف بنت بالتفكير ده. قصدك إيه؟ لا ولا حاجة. أنا منكرش إحساسي بأن وجود أنسية في المكتب خلق روح جديدة. روح جديدة بس؟ لمين؟ لكل الموظفين طبعا. لدرجة صدقني أنا خايف عليها. خايف عليها من إيه؟ منهم، من الموظفين. دول برضو مهما كان شبان وبشر. مش قادر أنسى منظر الواحد منهم وهو بيطل عليها من ورا دواليب المحفوظات زي الفيران يا ابني، زي الفيران وهي بتطل من جحرها. ياه، قد كده يا حامد المرأة مهمة. طبعا مهمة. مش هي نص السعادة؟ نص السعادة، بس مش السعادة كلها. السعادة هي غاية الإنسان يا عثمان في الدنيا. لا، مش السعادة بس. امال تفتكر ايه الغاية من الحياة؟ شيء تاني يا حامد، أخطر وأعظم. يعني المجد، تحقيق المجد على الأرض. مشكلتك يا عثمان انك متصور نفسك سيد الدنيا. لا مش كده بالظبط. لكن في كل مكان مركز عظمة، مركز للمجد. انت مجنون يا عثمان، مجنون. مالك يا سي عثمان؟ ما انتش كده زي عوايدك، دايما سارح كده ليه؟ العمر بيجري يا خالة أم حسني. ما انت يا اخويا اللي كل ما اجيب لك عروسة تطلع فيها الشيء الفلاني. انا غلبت معاك. شوفي يا أم حسني، شوفي بس،
انا بفكر في ايه الايام دي. خير يا اخويا. بس تساعديني فيها. عينيا ليك يا سي عثمان، انت ابني. تعيشي يا خالة تعيشي. انا يعني عايز اشتري حوش اندفن فيه. يديك طول العمر يا اخويا. وليه بس يا اخويا التفكير في الوحش ده؟ ده التفكير العاقل. مش فاكره اتلخمت ازاي لما جينا ندفن ابويا وقعدنا نتحايل على عيله القرنفلي بيه علشان ندفن المرحوم امي. الله يرحمهم. انا ماليش حد دلوقتي يا ام حسني عشان يجري يدور لي على حته ندفن فيها، علشان كده انا بفكر اشتري حوش. على العموم اكلم لك المقاول بتاعنا وضروري هو يعرف يتصرف. اعملي معروف يا خاله، الايام دي حاسس بحاجات غريبه والعمر بيجري بيجري. قربت تحصلنا يا عثمان افندي. شعر راسك بيطقطق قوي. والله يا فندم انا ما خدت بالي من الحكايه دي. لا شعره بيضه اهي، انا شايفها طله من تحت طربوشك. يمكن بس بيتهيألك يا سوفي بيه. بيتهيألي؟ المرايه تحكم بيني وبينك يا عثمان افندي. يبقى يا فندم بقى بيضت قبل الاوان. لا ولا بعد الاوان يا راجل. انا شخصيا بقى شعر راسي شاب وانا اصغر منك بكتير كتير قوي. على كل حال يا فندم كلام حضرتك ده يطمن شويه. انت واقف ليه؟ ما تقعد. والله يا فندم انا عايز اروح المكتب اشوف الولاد عملوا ايه. يا راجل اقعد عاوز اسالك سؤال، او يعني بمعنى ادق شويه اسئله كانوا بعض الزملاء بيسالوها عنك امبارح وكانك في نظرهم لغز. تحت امرك يا فندم وامرهم. هما الولاد بيسالوا اولا انت عايش ازاي؟ عايش زي خلق الله. قصدهم يعني ان ما حدش بيشوفك بره المكتب، ما حدش مثلا بيصادفك في شارع ولا في حفلة ولا في قهوة. وايه كمان؟ مستغربين يعني عشان باين عليك ما بيهمكش حاجة زي اللي بتهم غيرك من الناس. بس كده؟ وكونك لسه ما اتجوزتش. انا متأسف لاني شغلت بال زملائي للدرجة دي. احنا عارفين انك انسان ذكي وفاضل، لكن اللي بيحيرنا اننا مش شايفين حاجة بتهمك في الدنيا ابدا. يا سويفي بيه انا راجل واضح جدا وهوايتي عمل الواجب، وقبل كده يا فندم عبادة الله سبحانه وتعالى. واظن ده كفاية عشان ما حدش يحتار في فهم شخصيتي. اوعى تكون زعلت من كلامي. لا وازعل ليه؟ انت ما دمت سعيد في حياتك يبقى خلاص. تفتكر يا سويفي بيه ممكن الواحد يبقى سعيد في الدنيا اللي انطرد ليها ابونا ادم عليه السلام عقابا ليه؟ امال ايه الغاية من الدنيا ان ما كانتش السعادة هي غاية الانسان؟ في غاية تانية يا سويفي بيه. ايه هي؟ السلوك الطريق المقدس. الطريق المقدس؟ وايه الطريق المقدس ده؟ طريق المجد لتحقيق العظمة على الارض. بيقولوا ان المدير العام هيتنقل. يتنقل ده ايه؟ ازاي؟ سمعت كده. ما تصدقش. طيب هينقلوه فين؟ كل شيء جايز يا عثمان افندي. على كل حال هما ما قالوش. الاشاعات كتير يا سويفي بيه، لكن ما فيش دخان من غير نار. الاشاعة الكذابة تعمل دخان من غير اصل. علموه يا فندم انا هجيب لك الخبر. عايش زي خلق الله. قصدهم يعني ان ما حدش بيشوفك بره المكتب، ما حدش مثلا بيصادفك في شارع ولا في حفلة ولا في قهوة. وايه كمان؟ مستغربين يعني عشان باين عليك ما بيهمكش حاجة زي اللي بتهم غيرك من الناس. بس كده؟ وكونك لسه ما اتجوزتش. انا متأسف لاني شغلت بال زملائي للدرجة دي. احنا عارفين انك انسان ذكي وفاضل، لكن اللي بيحيرنا اننا مش شايفين حاجة بتهمك في الدنيا ابدا. يا سويفي بيه انا راجل واضح جدا وهوايتي عمل الواجب، وقبل كده يا فندم عبادة الله سبحانه وتعالى. واظن ده كفاية عشان ما حدش يحتار في فهم شخصيتي. اوعى تكون زعلت من كلامي. لا وازعل ليه؟ انت ما دمت سعيد في حياتك يبقى خلاص. تفتكر يا سويفي بيه ممكن الواحد يبقى سعيد في الدنيا اللي انطرد ليها ابونا ادم عليه السلام عقابا ليه؟ امال ايه الغاية من الدنيا ان ما كانتش السعادة هي غاية الانسان؟ في غاية تانية يا سويفي بيه. ايه هي؟ السلوك الطريق المقدس. الطريق المقدس؟ وايه الطريق المقدس ده؟ طريق المجد لتحقيق العظمة على الارض. بيقولوا ان المدير العام هيتنقل. يتنقل ده ايه؟ ازاي؟
سمعت كده. ما تصدقش. طيب هينقلوه فين؟ كل شيء جايز يا عثمان افندي. على كل حال هم ما قالوش. الاشاعات كتير يا سويفي بيه، لكن ما فيش دخان من غير نار. الاشاعه الكدابه تعمل دخان من غير اصل. على العموم يا فندم انا هجيب لك الخبر اليقين. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا يا عثمان افندي، تعال تعال اتفضل اقعد. العفو يا فندم العفو. اقعد يا راجل، اقعد اقعد. امرك يا فندم. سيجاره؟ ما بدخنش يا فندم. احسن، حاجه كويسه قوي يا عثمان افندي ان الواحد ما يدخنش. تشرب قهوه بقى؟ ها؟ قهوتك ايه؟ مظبوط يا فندم. ايوه يا فندم. 2 مظبوط يا عبد العال. حاضر يا فندم. وزي حال الشغل يا عثمان افندي؟ بخير يا فندم، كله برضا سعادتك علينا. الحقيقه انك راجل نشيط جدا، شعلة نشاط، ودايما حمزه افندي بيكلمني عنك بالخير. اشكرك يا فندم، الله يخليك. وبمناسبه النشاط يا عثمان افندي، انا كنت سمعت انك ليك نشاط في الترجمه. مظبوط يا فندم مظبوط. طب حس كده بقى، خد يا فندم الاوراق دي ترجمه قمت بيها انا. أيوة فندم. لكتاب عن تاريخ اسره محمد علي في مصر. ايوه يا فندم. كنت عايزك بس تراجعها وتهذبها باسلوبك البليغ. يا فندم ده شرف كبير، شرف كبير الحقيقه. الو، اهلا اهلا. طب معلش نستنى شويه. لا هتنزل لائحه نحدد فيها كل حاجه، وبعد كده نبقى نتصرف على ضوءها. لا مش هتزيد عن 4 أشهر. لا معلش لسه بدري على الميزانيه. نستنى شويه ما يجراش حاجه. تعرف يا عثمان افندي؟ ايوه يا فندم. انا قضيت السنه اللي فاتت دي كلها في ترجمه الكتاب ده كتاب مهم جدا. باين يا فندم. والحقيقه اخد مني مجهود كبير قوي، عشان كده انا عاوزك تراجعه بعنايه شويه. طبعا يا فندم طبعا، بمنتهى العنايه والدقه. ايه الاخبار يا عثمان افندي؟ مش قلت لك اشاعه يا سعاده البيه؟ وعرفت ازاي؟ انا جاي من مكتبه دلوقتي، واداني اوراق عايزني ارجعها له، مش هتاخد لها اقل من شهر. طيب وايه يعني؟ ما هو ممكن يعني يتنقل بعد كده. ما افتكرش، لاني وانا قاعد سمعته بيتكلم في التليفون عن الميزانيه واللائحه الجديده. وحضرتك طبعا عارف ان الميزانيه لسه فاضل عليها 6 أشهر على الاقل كده. طيب واخبار انسيه ايه؟ ماشيه كويس؟ كويس قوي يا سعاده البيه، دي بدات تتمرن على الشغل بشكل ملحوظ جدا. البركه فيك يا استاذ. كله على الله يا فندم، انا دايما في الخدمه يا سويفي بيه. مين؟ انا يا خالد محسني، انا عثمان. اهلا يا عثمان افندي، خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. ازيك يا خاله؟ وازاي صحتك؟ نحمده يا ابني، اهلا وسهلا. اتفضل اقعد يا ابني اتفضل. متشكر. ايه ادينا عايشين يا ابني. وانت ازاي حالك يا اخويا؟ عامل ايه؟ ما انتش سائله فيا يا خاله محسني. بقى ده كلام يا عثمان يا ابني، بس صبرك عليا شويه. لحد امتى بس يا خاله؟ لحد امتى؟ خلاص انا ما بقتش قادر استحمل الناس وكلامهم واسئلتهم اللي ما بتخلصش. وهم الناس مالهم بيك؟ مالهم ازاي بس يا خاله؟ هم ليهم شغل الا السؤال والجواب. عايش ازاي؟ ما بيتجوزش ليه؟ لما طهقت يا خاله طهقت. معلش يا ابني كل يهون. ايه الله يرحمهم بقى، راحوا سابونا للغلب. لا ما تعرفيش يا خاله ام حسني، واحده تشوف لي الفنجان. نعم؟ فنجان ايه يا ابني؟ ليه؟ يعني عن الغيب حتى لو بالكذب. خلاص عليك وعلى منجية. منجية؟ هي فين دي؟ في حارة البرابرة، هتروح هناك وتسأل 1000 من يدلك. اوه فنجانك بينطق. طمنيني اعملي معروف. كل فنجان فيه الكويس وفيه الوحش. وانا ما احبش اغش الزبون، لازم ارسيه على ده وده. طبعا واجب ترسيه. صحتك مش كويس يعني، وايه كمان؟ هيدخل في ايد انت فلوس كتير. بس شوية تعب. مفيش حاجة بتيجي بالساهل. لك عدو لكن ربنا هيبعده من سكتك. يا رب. قول يا رب. يا رب. كريم
انت مش متجوز لكن هتتجوز 2 مرة. 2 مرة؟ هو لسه فاضل في العمر وقت عشان اتجوز حتى مرة واحدة. صباح الخير يا فندم. البوسطة يا بيه. أنسة أنسية. طيب مش تصبحي الأول؟ أنا قلت صباح الخير يا فندم ويظهر حضرتك ما سمعتنيش. تبقى النتيجة راحت في الهوا. عايزين واحدة تانية بدلها. خلاص صباح الخير يا فندم مرة تانية. صباح النور. ممكن أعرض البوسطة دلوقتي؟ ممكن طبعا، بس اقعدي الأول. أمر حضرتك. الحقيقة الواحد من كتر الشغل مش داري بنفسه. أنا نسيت نفسي خالص. الله يكون في عونك يا فندم. ممكن أعرض البوسطة؟ أنا مش فاهم أنتي مستعجلة على البوسطة ليه؟ أصل ورايا شغلي وشغل غريب أفندي عاوزة أخلصه. أنتي بتشتغلي شغلك وشغل غريب أفندي كمان؟ حضرتك مضيت بالموافقة على كده. والله ما أنا واخد بالي. طيب أقوم أنا بقى وتبقى حضرتك تندهلي عشان البوسطة. طيب أنا هخلص ملف المدير العام واندهلك. أيوة مين؟ أنا جاي. سي عثمان، يا سي عثمان. أيوة افتح يا سي عثمان. حاضر. أهلا يا أم حسني. اهلا بيك يا اخويا. اهلا بيك. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ الست الناظرة قاعدة عندي وعايزك شوية يا سي عثمان. خير إن شاء الله. تعالى معايا وهي تقول لك بنفسها يا اخويا. أنا تحت أمرها، يلا بينا. يلا يا اخويا يلا. أهلا أصيلة هاني. أهلا بيك يا أستاذ عثمان. قربي يا اختي هنا والنبي في النور جنب الشباك كده. نورها كفاية يا خالة. اما اقوم انا بقى اعمل لكم قهوة. ها؟ أنا في الخدمة يا أصيلة هانم. أم حسني كانت بتقول إنك عايزاني. متشكرة قوي وأسفة على تعبك. مفيش تعب ولا حاجة، خير إن شاء الله. أصل كنت عاوزة يعني أستفسر عن موضوع. مفيش مانع، اتفضلي أنا تحت أمرك. مش حضرتك يعني برضو بتفهم في نزع الملكية؟ يعني نجرب. أصل أنا نزعوا مني ملكية حتة أرض. وبعدين؟ نزعوها عشان يشقوا طريق جديد. لكن الطريق ده ساب لي أجزاء من الأرض ما تنفعش بحاجة. يبقوا ملزمين بمراعاة الحالة دي في تقدير الثمن. أنا بقول كده برضو، لكن مانيش عارفة أروح ولا أجي معاه. تعقيدات الروتين بقى مش كده؟ أجرك الله يا أستاذ. تقدري تعتمدي على الله وعليه. كتر خير، ربنا ما يحرمنيش منك. أيوة سي عثمان. أيوة خالة أم حسني. يا سي عثمان. أيوة ثانية واحدة يا سي عثمان افتح. أهلا يا خالة أم حسني. اهلا بيك يا اخويا. أي خدمة؟ الست الناظرة قاعدة عندي وعايزك شوية يا سي عثمان. خير إن شاء الله. تعالى يا اخويا معايا وهي تقول لك بنفسها. أنا تحت أمرها، يلا بينا. يلا يا اخويا يلا. أهلا يا أصيلة هاني. أهلا بيك يا أستاذ عثمان. الله قرب يا اختي هنا. الله هنا في النور جنب الشباك. نورها كفاية يا خالة. ايوه لما اقوم بقى يا اخويا اعمل لكم فنجان قهوة. اتفضلي. أنا في الخدمة يا أصيلة هانم. أم حسني كانت بتقول إنك عايزاني. متشكرة قوي وأسفة على تعبك. مفيش تعب ولا حاجة، خير إن شاء الله. يعني أصل كنت عاوزة أستفسر عن موضوع. مفيش مانع، اتفضلي أنا تحت أمرك. يعني مش حضرتك كده برضو بتفهم في نزع الملكية؟ يعني نجرب. أصل أنا نزعوا عني ملكية حتة أرض. وبعدين؟ نزعوها عشان يشقوا طريق جديد. لكن الطريق ده ساب لي أجزاء من الأرض ما تنفعش بحاجة. يبقوا بقى ملزمين بمراعاة الحالة دي في تقدير الثمن. أنا بقول كده برضو، لكن مانيش عارفة أروح ولا أجي معاهم. تعقيدات الروتين بقى مش كده؟ أجرك الله يا أستاذ. تقدري تعتمدي على الله وعليا. كتر خيرك، ربنا ما يحرمنيش من معروفك. حجة
وحياتك انت حجة. يا راجل حرام عليك، ما تبقاش ظنان كده. ايش فاهمك انت بس. انا عارف ألعبهم. جاي تكلمني في نزع الملكية وهي نفسها تسأل الجواز امتى. وافرض يا اخي ان كلامك ده صحيح، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ها، لسه عند رأيك برضو؟ مش دي اللي تنفعني يا حامد، ولا انا انفعها. هتفضل تعيب في دي وتسيب في دي لغاية ما القطر يفوتك، ها؟ وساعتها هتقول يا ريت اللي جرى مكان. الحق يا عثمان نفسك احسن لك. فرق كبير قوي بين أصيلة وبين أنسية مثلا. أنسية؟ طب وايه الفرق بقى؟ احساسي بأنسية يختلف. لما بشوفها يا حامد بفتكر حاجات كتير ضاعت مني. عمر بحاله يا حامد. بفتكر ايام سيدة والسبيل. معرفش ايه وجه الشبه بينهم، انما قلبي ما اتحركش لحد من يوم ما سبت سيدة الا لما جت أنسية المكتب. يعني أنسية هي اللي هتخليك تقضي مع الجواز؟ مش عارف يا حامد، انما بصراحة انا خايف. خايف؟ اسمع عثمان، انت بالطريقة دي بتضيع احلى ايام عمرك. ساعات بقول لنفسي يا حامد، مالك انت ومال الجواز، وجع الدماغ والمسؤوليات. لكن لما بشوف أنسية بحس بحاجة غريبة، بحس بسيدة، بحس بكل ايام الحب اللي راحت يا حامد. صباح الخير يا استاذ عثمان. أنسية؟ اهلا، صباح النور. الله، ايه واقفة ليه؟ ابدا، بس ايه؟ طب اتفضلي اقعدي. قصدي يعني هو حضرتك مش هتشوف البوسطة النهاردة؟ الله، طيب ومالك مرتبكة ليه؟ هي دي اول مرة بتعرض عليا فيها بوسطة ولا ايه؟ طب اتفضل. الله، ايه اللفة الجميلة دي؟ هدية بسيطة. ارجوك تقبلها مني يا عثمان بيه. ايوه، بس يعني ايه المناسبة؟ حضرتك مش فاكر؟ يا مش فاكر ايه؟ النهاردة عيد ميلاد حضرتك. كل سنة وانت طيب. النهاردة؟ والله صحيح، تصوري ولا على بالي. وانت طيبة يا ستي، وانت طيبة يا أنسة أنسية. انا متشكر قوي قوي. العفو يا فندم. تعرفي ان دي اول مرة احس فيها بان حد مهتم بعيد ميلادي وبيقدم لي هدية. بس ارجو انها تعجبك. على ما اسم بقى يا ستي، الهدية من مقام صاحبها، وكفاية انك افتكرت اللي ما افتكرتوش لنفسي. لكن قوليلي، انت عرفتي ازاي؟ عرفت من ملف حضرتك. كده تكشفي سني الحقيقي؟ ابدا، انا بعتبره سن النضج والرجولة يا فندم. انت شايفة كده؟ طبعا. طيب يا ستي، اشكرك كمان مرة، اشكرك جدا. أنسة أنسية. ايوه أنسة أنسية. ايوه استاذ غريب. الحقيقة أنا متشكر قوي. على ايه؟ على إنك وافقت تقومي بشغلي أثناء أجازتي. متشكر قوي. ده واجب يا استاذ غريب، احنا زملاء. لو كنت انا اللي في اجازة كنت برضو هتعمل معايا كده. عشانك إنما مش عشان الشغل. ومش عشان الشغل ليه بقى؟ أصل بصراحة كده بقى اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش. مفيش تقدير. ازاي بقى؟ ده كلام برضو تقول يا استاذ غريب. عندك مثلا عثمان بيه، شوف قد ايه راجل مكافح، ما وصلش للي هو فيه ده الا بمجهوده واخلاصه في الشغل. قولي باخلاصه في الدروس الخصوصية لابن المدير والترجمة لسعادة البيه المدير العام. ادي اخلاصه يا ستي. انا اول مرة اسمع واحد يتكلم عن عثمان بيه بالشكل ده. يبقى ما بتسمعيش غير عثمان بيه وبس. قصدك ايه؟ لا مفيش، قصدي يعني انك لازم تاخدي بالك كويس من الراجل ده. ده مش سهل زي ما انت فاكرة. ارجوك يا استاذ، انا اللي بيني وبين عثمان بيه شغل وبس. يعني مثلا راجل في السن ده ما اتجوزش ليه لغايه دلوقتي؟ يمكن ملقاش اللي تفهمه يا اخي. بلاش دي. واحد في مركزه ده عمره ما قعد مع زمايله ولا عمره حضر حفله. طول النهار يا قاعد على مكتبه، يا اما عند سياده المدير العام، يا اما قاعد بيترجم. وانت دخلك ايه؟ ما تسيب الناس في حالها. على كل حال انا بشكرك. وبكره الايام تثبت لك ان الراجل ده تعبان. بذمتك انت مش شايف معايا ان اللي عملته أنسية ده غريب؟ تصور واحدة تهتم بأنها أولا تفتح ملفي عشان تعرف منه تاريخ ميلادي، ثانيا تجيب لي هدية. انت مش شايف يا حامد ان ده شيء غريب؟ ابدا، لا غريب ولا حاجة. انت مش قلت انها بتفكر بطريقة مختلفة؟ طب خلاص، يبقى اللي عملته ده تصرف طبيعي جدا. انا مش قادر اقتنع بان الهدية دي ما وراهاش حاجة. حاجة زي ايه يا اخي؟
ده انت مديرها. ايوه بس هي ما قدمتليش الهديه على ان انا مديرها. في حاجه يا حامد، في حاجه. وافرض يا سيدي ان في حاجه، ايه بس اللي مخوفك؟ اللي مخوفني انها اول مره اسيب نفسي لاحساسي، اول مره احس فيها اني ما بفكرش يا حامد، ما بفكرش. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. البوست يا فندم. طيب سيبيها على المكتب واتفضلي اقعدي شويه ارجوكي. امرك يا فندم. أنسية، أنا في حاجات كتير قوي عايز أتكلم معاكي فيها. تحت امرك يا فندم. لا ما ينفعش هنا. يا ترى أقدر أتجرأ وأطلب منك طلب؟ قوي. تحت امرك. أنسية. ايوه. ممكن أشوفك برا المكتب؟ ها؟ ايوه بس. مفيش بس ولا حاجة. ممكن ولا مش ممكن؟ زي ما تشوف حضرتك. يبقى خلاص. امتى؟ بكرة؟ كويس. طيب اختاري المكان اللي يعجبك. جنينة الأزبكية. بلاش الأزبكية دي. طب اختار حضرتك المكان المناسب. أقول لك يا ستي خليها في جنينة الحيوانات. ها؟ عندي بيت الأسود، أظن ما يتوهش. لا أبدا ما يتوهش. خلاص يا ستي، يبقى ميعادنا بكرة الساعة 5:30. أظن في ميعادي بالظبط. يعني 5:30 ودقيقتين. ياه. أهلا. أهلا يا أستاذ عثمان. تعرفي إن دي أول مرة أجي فيها جنينة الحيوانات وأنا كبير. هو أنت كبير؟ قصدي يعني من أيام ما كانوا بياخدونا رحلات في المدرسة. ولقيت إيه؟ معرفش ليه دلوقتي بحس إن رجعت طفل، رغم إن طفولتي ما كانتش سعيدة أوي. ليه؟ يعني كانت مليانة عذاب وشقة. ما يلا بينا نبعد عن هنا، متهيألي الراجل اللي هناك ده عمال يبص علينا. يلا. أظن هنا كويس. ها؟ الحتة دي هادية مش كده؟ مش بطالة. ايه ممكن نقعد على الدكة دي؟ ايه رأيك نقعد احسن على الحشيش علشان بس نبعد عن اللي رايح واللي جاي؟ مفيش مانع، زي ما يعجبك. طيب قولي لي بقى، تحبي نقعد جنب بعض ولا وشنا في وش بعض؟ زي ما يعجبك. اصل اظن ما ينفعش اقعد جنبك وفي نفس الوقت وشي في وشك. ولا ايه؟ مش عارفة. حاجة تحير مش كده؟ الله، مالك سكت ليه؟ أظن هنا كويس، الحتة دي هادية مش كده؟ مش بطالة. ممكن نقعد على الدكة دي؟ ايه رأيك نقعد احسن على الحشيش علشان بس نبعد عن اللي رايح واللي جاي؟ مفيش مانع، زي ما عجبك. تحبي بقى نقعد جنب بعض ولا وشنا في وش بعض؟ زي ما يعجبك. أظن ما ينفعش اقعد جنبك وفي نفس الوقت وشي في وشك. مش عارفة. حاجة تحير مش كده؟ الله، مالك سكت ليه؟ أبدا بفكر. ووصلت لحد فين؟ اكتشفت ان انا حتى وانا موظفة مش من حقي اخرج واقابل حد بالسهولة دي. زعلانة؟ لا مش زعلانة، بس اللي احنا بنعمله ده غلط. يعني مش بالصورة دي. يعني مثلا لو ماما عرفت ان انا جاية اقابلك، تفتكر كان ممكن توافق؟ كان ممكن توافق لو عرفت نيتك الحقيقية. المسألة مش بس بالنيات، في مجتمع لازم يتعمل حسابه. طيب يا ستي، الحمد لله هي ما عرفتش. انا بستغرب ازاي سمحت لنفسي اتصرف معاك التصرف ده. يعني احنا ما عملناش حاجة تغضب ربنا. ازاي؟ انا مش مقابلاك في السر اهو. مش ضميرك راضي؟ ضميري ما يرضاش الا اذا كان كل الناس راضيين عن تصرفاتي. الناس كلهم؟ افتكر صعب.
يبقى على الأقل أكبر قدر منهم. بلاش الكلام في الموضوع ده، على الأقل دلوقتي. اشمعنى دلوقتي؟ لأني حاسس كأني أعرفك من سنين طويلة. بيتهيألي إنك بتبالغ. أبدا أبدا وحياتك كده. الاتفاق مش بالبق يا سي عثمان. اسمح لي بقى أكلمك بصراحة. أوي وانت عارف امي. أنا شايفة إنك لغز. على قد ما أنت طيب. بلاش الأفكار دي، خلينا ناخد الأمور ببساطة أكتر من كده. يعني إيه؟ يعني الإنسان ما يبصش للمستقبل؟ يبص للمستقبل بشرط إنه ما ينساش الحاضر، خصوصا الحاضر الجميل اللي احنا فيه. الحاضر الجميل ده هو اللي بيجبرنا نفكر في المستقبل، علشان عاوزين يكون جميل زيه. أنا هفضل زي ما أنا مهما كانت الأحوال. ما اعرفش ليه بحس في كلامك إنك مش متفائل. في حاجة مخبيها عليا. أبدا أبدا، بس دايما بيجي على بالي اللي قريتيه في ملف خدمتي. ها؟ قصدك السن؟ ده ملوش أي أهمية عندي. أيوة بس لكن ضروري برضو نعمل حسابه. في حالتنا دي حسابه مظبوط. أنسية انتي أمل عشت طول عمري نفسي أحققه، بس أرجوكي في حاجة واحدة بس طالبها منك. إيه هي؟ مقابلتنا تفضل سر على الأقل في الوقت الحاضر. ده شيء يهمني قبلك، لكن مش فاهمة ايه أهميته عندك. بلاش أسئلة كتير أرجوكي. ولزومها ايه الترقية دي؟ ما احنا كده كويسين والحمد لله. لازم. طيب أهلا. مساء الخير يا سي عثمان. أهلا أم حسني، اتفضلي. اهلا بك يا اخويا. تسلم يا اخويا، ما تحرمش. وعامل ايه بقى دلوقتي؟ عال الحمد لله اهو زي ما انت شايفه. ربنا يديك الصحه يا ست تعيش. الله يخليك. والشغل بقى عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله. بقول ايه، تشربي قهوه؟ كتر خيرك، بس انت عارف بقى الحكيم منعني من الحاجات دي. يا ست ربنا يديك الصحه والعافيه. قول لي بقى يا اخويا. نعم. انت كده مالك؟ ها؟ مالي؟ نسيتنا ولا ايه؟ ابدا والله يا خاله، ما انت عارفه معزتك عندي. طب والحبايب؟ ها؟ ما بتسألش عليهم ليه؟ هم فين الحبايب دول؟ اهم يا سيدي سألوا عليك وعايزينك. هم مين دول بس يا خاله؟ أصيلة هانم. انت نسيت ولا ايه؟ أصيلة هانم. على فكرة ازيها؟ بتسلم عليك يا اخويا قوي، وبعتلي مخصوص عشان اقول لك ابقى عدي عليها في البيت. ليه كفل الشر؟ كانت عاوزة تطمن على الموضوع اللي كلمتك عليه. كده؟ طيب يا خالة مفيش مانع، هبقى افوت عليها بكرة وانا خارج من الديوان. انت مش قلت ان أصيلة دي مش الشخصية اللي انت بتدور عليها؟ طب رايح لها ليه بقى؟ ما اعرفش يا حامد، انما موضوع أنسية ده تعبني قوي، خايف اخطي معاها اي خطوة، وعشان كده قلت يمكن اقدر ابعدها عن دماغي. يا عثمان اسمع. نعم. أصيلة مش ممكن هتنسيك أنسية. وأنسية مش ممكن هتبعد عن دماغك. بلاش حاجة فارغة وكمل المشوار مع أصيلة. طيب وأنسية انت ناسي فرق السن بينك وبينها؟ دي عندها 18 سنة وانت عندك 40، يعني فرق 22 سنة بينك وبينها. فرق كبير يا عثمان، كبير. ايوه بس مادام هي راضية يا اخي انت هتعقدها ليه بس؟ اذا كانت هي بتفكر بعليه 18 سنة فده مش مبرر لانك توافقها على تفكيرها ده وتسمح لنفسك انك تخدعها. هو فين الخداع ده بس يا حامد؟ هي مش عارفة سني. ايوه عارفاه يا سيدي، بس ده مش مبرر انك تخدعها. انا تعبان يا حامد، تعبان، مش قادر ارسى على بر. انت اللي تعب نفسك يا عثمان. لازم تفهم اني مبقتش راضي عن تصرفاتك دي. عثمان ارجع لعقلك بقى وخلي عندك الشجاعة انك تواجه حياتك مرة واحدة. واجه نفسك بصدق يا عثمان مرة. عاوزك طيب وبخير ان شاء الله. انا دايما في الخدمة يا أصيلة هانم. ان شاء الله ما تحرمش منك ابدا. مسألة نزع الملكية ماشية طبيعي واخدة دورها في المصلحة. صحيح. إلهي يريح قلبك.
مش هتستنى كتير، اللي فاضل شوية إجراءات شكلية وبس. كله بفضلك يا أستاذ. يا ستي بفضل الله. الحكاية بس عايزة شوية صبر وقوة أعصاب. لازم بقى هستنى كتير. أصيلة هانم. أيوة. اسمحي لي أقولك. أيوة. أنا معجب بيكي. بي أنا؟ أيوة أنتي بس. بس إيه؟ بس يعني في حاجات بتمنعني. أيوة. من إني أكمل معاكي المشوار. أيوة. عندي 1000 سبب وسبب يخليني ما أقدرش أتجوز. وبتقول لي الكلام ده دلوقتي؟ عشان كان لازم أقولهولك. أيوة. كان لازم تعرفي إني معجب بيكي فعلا. وبشخصيتك. أنا محتاج لك يا أصيلة، محتاج لك ومش طايلك. أستاذ عثمان أرجوك افهميني بس، افهميني. حرام نعيش بالشكل ده. أرجوك أنت تخرج دلوقتي، يا إما أسيب لك أنا الشقة وأخرج. أنا مش فاهم إزاي يا عثمان، إزاي تسمح لنفسك بتصرف زي ده؟ أنت مجنون. أنا نفسي مش عارف إزاي اتصرفت كده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إنما أنا في دوامة يا حامد، في دوامة. الدوامة دي أنت اللي خالقها لنفسك. حامد أنت أخويا وصديقي وكل الناس اللي ليا في الدنيا. أرجوك يا حامد، أرجوك خليك جنبي، ما تبقاش أنت كمان ضدي. كفاية الزمن ادالك كل اللي أنت عاوزه. أنا ساعات بيتهيألي إنك بتحب تعذب روحك. أيوة يا عثمان، أنت بتحب تعيش في عذاب دايم. في حد يحب يعذب نفسه؟ تصرفاتك دي مش تصرفات شخص عاقل أبدا. حامد أنا حاسس إني مربوط في ساقية وعمال ألف وأدور، مش عارف لي أول من آخر. أنت اللي عامل في روحك كده. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى ادانا العقل يا عثمان، ادانا العقل عشان احنا نفكر ونختار. عثمان. نعم. أرجوك إنك فكر بعقلك. أرجوك يا حامد، أرجوك ساعدني. لو تحدد هدفك تقدر تحدد طريقك. أنا هدفي واضح. أيوة، لكن سنين العمر معدودة ومحدودة يا عثمان. يا حامد، أظن المغالاة في الطموح ما تعبش الإنسان. المغالاة في أي حاجة عيب، ما عدا حب المجد، لأنه في رأيي من حب الله سبحانه وتعالى. وإيه دخل الكلام ده في اللي أنت عملته؟ إيه دخله في حيرتك بين الست أصيلة والأنسة أنسية؟ ها؟ الموضوع واحد يا حامد. الست أصيلة عايزة تجرني معاها في المعركة اللي بينها وبين الأيام. الارتباط بأصيلة معناه الارتباط بالزمن والأيام اللي بتمر. طب وأنسية؟ ها؟ هذه المشكلة. أنا برفض أصيلة لأنها كبيرة، وبرفض أنسية لأنها صغيرة. لكن أنت سبق وقلت لي إن أنسية أقنعتك إن فرق السن بين الراجل والست مش مهم. يمكن دلوقتي في نظرها مش مهم، لكن مع الأيام والعمر هتحس إنها فقدت شبابها مع واحد بيبتدي يكبر في السن. وساعتها يا حامد هتلعن اليوم اللي حبتني فيه. طب وآخرتها؟ ها؟ حامد أرجوك حط نفسك مطرحي. يا عثمان سلم أمرك لله. الأيام بس يا عثمان هي اللي ممكن تحل مشكلتك دي. أنا مش فاهم إزاي تسمح لنفسك بتصرف زي ده يا عثمان. أنت مجنون. أنا نفسي مش عارف إزاي اتصرفت كده. استغفر الله العظيم. أنا في دوامة يا حامد، في دوامة. الدوامة دي أنت اللي خالقها لنفسك. حامد أنت أخويا وصديقي وكل الناس اللي ليا في الدنيا. أرجوك يا حامد خليك جنبي، ما تبقاش أنت كمان ضدي. كفاية الزمن ادالك كل اللي أنت عايزه. أنا ساعات بيتهيألي أنت بتحب تعذب روحك. أيوة يا عثمان، أنت بتحب تعيش في عذاب دايم. في حد يا حامد يحب يعذب نفسه؟ تصرفاتك دي مش تصرفات شخص عاقل أبدا. حامد أنا حاسس إني مربوط في ساقية وعمال ألف وأدور، مش عارف لي أول من آخر. أنت اللي عامل في روحك كده. عثمان ربنا سبحانه وتعالى ادانا العقل عشان احنا نفكر ونختار، وعشان هو يبقى من حقه يحاسبنا. أرجوك يا حامد، أرجوك ساعدني أرجوك. لو تحدد هدفك يا عثمان تقدر تحدد طريقك. أنا هدفي واضح. أيوة، لكن يا عثمان سنين العمر محدودة ومعدودة. أظن المغالاة في الطموح ما تعبش الإنسان. المغالاة في أي حاجة عيب، ما هذا حب المجد. لأنه في رأيي يا حامد،
في رأيي من حب الله سبحانه وتعالى. طب وايه دخل الكلام ده في اللي انت عملته؟ ها، ايه دخله في حيرتك بين الست أصيلة والآنسة أنسية؟ ها؟ الموضوع واحد صدقني. الست أصيلة عايزة تجرني معاها في المعركة اللي بينها وبين الأيام. الارتباط بأصيلة معناه الارتباط بالزمن والأيام اللي بتمر. طيب وأنسية؟ دي المشكلة يا حامد. أنا برفض أصيلة لأنها كبيرة، وبرفض أنسية لأنها صغيرة. لكن يا عثمان انت سبق وقلت لي ان أنسية أقنعتك ان فرق السن بين الراجل والست مش مهم. يمكن دلوقتي في نظرها مش مهم يا حامد، لكن مع الأيام والعمر هتحس إنها فقدت شبابها مع واحد بيبتدي يكبر في السن. أنا بكبر يا حامد، أنا بكبر، وساعتها صدقني هتلعني وتلعن اليوم اللي حبتني فيه. طب وآخرتها؟ يا حامد حط نفسك مطرحي أرجوك. يا عثمان سلم أمرك لله. الأيام بس هي اللي ممكن تحل مشكلتك دي. مساء الخير يا سي عثمان. أهلا يا خالة. ممكن تطلع شوية؟ تحت أمرك يا خالة. عايزاك. أهلا يا سي عثمان. أهلا اتفضل يا أخوي اتفضل. مساء الخير يا خالة. الله، أنت عندك ضيوف ولا إيه؟ مفيش حد غريب، ده سي فاضل المقاول. أهلا، تشرفنا. أهلا بيك يا أستاذ عثمان. وأخبارك إيه بقى يا سي عثمان؟ والله مفيش أخبار جديدة، أدي إحنا مستنين. الحقيقة ست أم حسني كلمتنا عنك كتير وأنا في الخدمة. متشكر قوي. أصل أنا كنت كلمت سي فاضل على الموضوع اللي قلت لي عليه يا أخويا. موضوع إيه؟ موضوع الحوش يعني. يدي لك العمر الطويل. والله يا خالة تتصوري إن أنا كنت نسيت. وأنا أقدر أرد لك طلب يا سي عثمان. سي فاضل اللي قالك حاجة كويسة قوي تليق بالمقام. طيب نشوفها إمتى؟ زي ما يعجبك. بكرة كويس؟ مفيش مانع، بس بعد الظهر. طبعا. هو أنت بتخلص الديوان الساعة كام؟ الساعة 2. خلاص، يبقى بكرة إن شاء الله الساعة 3 نتقابل وكلنا نروح نخلص. مفيش مانع. وعن إذنكم دلوقتي عشان ورايا شغل عايز أخلصه في البيت. مع السلامة يا أستاذ عثمان، وإن شاء الله هكون في انتظارك مع الست أم حسني بكرة. اتفضل. عثمان بيه. أيوة يا أنسية. في واحدة ست اسمها أصيلة واقفة أيوة. بره وعاوزة تقابل حضرتك. أصيلة؟ إيه؟ تحب حضرتك أعتذر لها؟ لا بلاش. أصلها كانت قصداني في موضوع كده والضروري جاية تسأل عليه. طب خليها تتفضل. حاضر. اتفضل. صباح الخير يا فندم. أهلا أصيلة هانم، اتفضلي. أنا متشكرة قوي. نعم. الحقيقة أنا لسه جاية دلوقتي من مصلحة نزع الملكية. خير، خلصوا الموضوع؟ الحمد لله المصلحة سوت المشكلة. وعشان كده قلت لازم أجي أشكرك. كله طبعا بفضل مجهودك يا أستاذ عثمان. يا ستي بفضل الله. بس أنا برضو ليا عتاب صغير. خير؟ يعني أنت رحت كده وقلت عدولي. الدنيا تلاهي يا أصيلة هانم. برضو كان واجب تطمن عليا ولو بالتليفون. يا ستي أنا مستغناش عنك، بس ما عندناش نمرة تليفونك. كان ممكن تتصل بيا في المدرسة. على العموم أنا آسف على السهو ده. أقل ما فيها كنت تحاول تطيب خاطري ولو بكلمة صغيرة. ملحوقة يا ستي. صحيح. بكل تأكيد. خلاص، يبقى نتفق بقى اتفاق جديد. أنا تحت أمرك. أنت رافض الجواز ليه؟ ها؟ عشان فقير؟ يعني قصدي الحكاية على القد يعني. طيب أنت ناسي إن أنا موظفة وليا قرشين في البوسطة. يا ستي ربنا يزيد. والمفروض إن الواحدة مفيش فرق بينها وبين جوزها. اللي معاه معاها واللي معاها معاه. كلام معقول. خلاص، يبقى من بكرة بقى تدور لنا على شقة في حتة كويسة. ماشي؟ ماشي. ومشيت وسابتني في دوامة يا حامد. ليه؟ ما هي مش سهلة اهي. أصل الحقيقة عين في الجنة وعين في النار. وين بقى اللي تبقى الجنة قدامه ويروح للنار برجليه؟ ها؟ أنا بتكلم على النار المقدسة اللي بعدها المجد يا حامد، النار اللي بتحرق فيها. اسمع يا عثمان، أنا شايف إنك تتوكل على الله بقى وكفاية تردد. الإنسان اللي يرمي نفسه زي أصيلة كده بيرخص يا حامد. دي عايزة تشل إرادتي، لكن لا، أنا مش هسمح لأي قوة إنها تاخدني من طريقي. مش هيقف في طريقي إلا الموت. الموت بس. أهلا يا أم حسني. أهلا يا عم فاضل. أهلا يا أستاذ. أهلا يا أستاذ عثمان.
اظن جيت في ميعادي. في ميعادك بالظبط يا استاذ عثمان. تحب نروح دلوقتي؟ مفيش مانع، يلا بينا. اتفضل من هنا يا استاذ عثمان، من هنا اقرب. حسبي يا ام حسن، خدي بالك من السلمه اللي قدامك دي. هي فين يا اخويا؟ يوه صحيح، والله الواحد ما بقى بيشوف. امسك ايدي يا عثمان يا ابني. تعالي يا خالة، على مهلك. امسكي في دراعي. استنى يا ابني استنى. تعيش يا ابني، تعيش يا اخويا، تعيش. اهو هنا بقى الصالة الكبيرة، بلاط زي ما انت شايف. على فكرة، هي مدافن الأسرة فين يا أستاذ عثمان؟ الأسرة؟ أصل بقى في الحقيقة ما خبيش عليك، المدافن القديمة بتاعتنا اتملت، وعلشان كده طلبت مدفن جديد. برضو أحسن، عين العقل. يديك طولة العمر يا ابني ويفرحك بشبابك. فرق كبير جدا بين المباني القديمة والمباني الجديدة، والمدفن زي ما حضرتك شايف مبني على أحسن طراز. تعرف يا عم فاضل، أنا عمري ما اهتميت إني أمتلك حاجة في حياتي. يعني كفاية عليا مثلا أأجر شقة، إنما لازم الواحد يكون عنده مدفن طبعا، ولا ضاعت كرامة الإنسان خالص. مش كده ولا إيه يا أم حسني؟ عندك حق يا ابني، برضو الواحد لازم يطمن على نفسه. اتفضلوا معايا. هنا بقى المنامة، الشمس ضاربة فيها باستمرار. أيوة. كويس أوي أوي أوي. أهو كده بقى الواحد يبقى له حاجة. بس ايه رأيك يا ام حسني؟ عايزين بقى نبقى نزرع كام لبلابة كده جنبه. ايوه واجب برضو يا ابني، واجب. خلاص اتفقنا. متشكرين قوي يا عم فاضل. الله يخليك يا استاذ عثمان ويديلك طولة العمر. الايام بتمر يا عثمان وانت ولا شفت شقة ولا جبت خبر. يا ستي ان الله مع الصابرين. طب بذمتك عملت ايه لغاية دلوقتي؟ لسه شوية يا أصيلة، لسه شوية. كل مرة تقول لي لسه شوية. وحياتك أنا ما أنا فاضي أهرش. المدير العام بيكلفني بأعمال خاصة، وما يخفاش عليكي إننا كلنا هنا بنتمنى رضا سعادته، ولا إيه؟ يعني ما عندكش ساعة فضا؟ خلاص يا ستي، أوعدك إني هشوف شقة، بس رواقي كده وما تستعجليش، علشان بس نلاقي حاجة كويسة. ولا نشوف ولا غيره يا سيدي. أنا خلاص لقيت الشقة، إيه رأيك بقى؟ لقيت الشقة فين؟ إمتى؟ لقيتها في رود الفرع. وعليك انت بقى تروح تعينها، واذا عجبتك اكتب العقد على طول. على طول كده؟ وهنستنى ايه تاني؟ خد. ايه دول؟ 100 جنيه خدهم. اتصرف فيهم، وان شاء الله هتكون قدم السعد علينا. ان شاء الله. انت وبعدها لك بقى يا عثمان يا ابني. بعدها في ايه يا خالة؟ لا يا ابني، حالك كده مش عاجبني. مش كفاية بقى؟ لسه ما هنش الاوان. ده انا حتى شايفاه. ام حسني بقول لك ايه، لا تشوفي لي ولا يحزنون. كفايه اللي جرالي من تحت راسك. جرى ايه بقى يا اخويا؟ ما انت زي الفل اهو. انت نسيتي اصيله؟ اصيله الله يمسيها بالخير بقى، طيرتها من ايدك. احسن. طب ودلوقتي هتفضل كده؟ مش معقول يا ابني. في حاجات اهم من الجواز يا خاله، بس انت مش قادره تشوفيها. مش قادره اشوفها ازاي يعني؟ يعني اكمنك طول عمرك بتشتغلي خطبه، فاكرة ان كل حاجة في الدنيا هي الجواز وبس. ليه؟ هو في حاجة اهم منه؟ امال يا ابني الدنيا تفضل ازاي؟ تفضل بالعمل، بالطموح، بالمجهود. الدنيا مش جواز بس. ايه كلام ايه ده بقى؟ يعني كل واحد له طريقه في الدنيا دي. في واحد ما يهموش الا انه يتجوز ويجيب عيال ويفضل قاعد جنب مراته من ساعة ما يخرج من الديوان لغاية تاني يوم الصبح. طب وماله؟ مش راجل البيت؟ يا ام حسني فهميني بقى، الطريق ده مش بتاعي انا بفكر في حاجة تانية خالص. انت حر يا ابني. الا قدرية اخبارها ايه؟ مش برضو شايفة شغلها؟ يا ام حسني برضو الواحد بيجي يلاقي لقمة ياكلها، بس برضو ما تغنيش عن ست تحمل اسمك يا ابني. اسمي؟ اسمي مش سهل يا ام حسني، مش سهل. خلاص يا غريب، انا نويت اطلب ايد انسية. انسية؟ انت اتجننت ليه؟ يعني هي احسن مني في ايه؟ مش مسألة انها احسن منك، انما ايه؟ ما تقول. مش عارف والله اقول لك ايه. امال انا بسألك ليه؟ انت بتحبها؟ قوي قوي، من يوم ما اتعينت عندنا هنا في المحفوظات. طب وايه قيمة رأيي بقى؟ ازاي بقى؟ ده احنا اخوات يا اخي،
وما تنساش انه جواز مش لعبة. رأيي بصراحة كده ان الموضوع ده بلاش منه. بلاش منه ليه بس؟ بالعربي كده أنسية مش فاضيالك. ايش عرفك؟ انت فاكرني نايم على وداني زيك ولا ايه؟ ايه بس شفت ايه؟ أنسية يا أستاذ لها علاقة برئيسك الأستاذ عثمان، علاقة قديمة قوي وحميمة قوي. على اي اساس؟ ده حتى مش ممكن يتجوزوا. ومش ممكن ليه بقى؟ اسباب كتير قوي. السن مثلا، كفايه فرق السن بينهم. لا ما افتكرش ان فرق السن ممكن يمنعهم. والعمل اعمل ايه دلوقتي انا؟ دبرني يا غريب، انت مش صاحبي. يا حسين يا اخويا، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انت ما انتش قد الاستاذ عثمان، وبصراحة كده بقى ما انتش قد أنسية كمان. مش يمكن الحب ده من طرف واحد بس؟ يمكن، بس بقى اللي حاصل غير كده يا أستاذ. انت متأكد؟ إلا متأكد، طبعا متأكد، ده أنا شايفهم بعناية دول في جنينة الحيوانات. بس ده مش دليل قاطع. وبشوفهم هنا في المكتب وهي دايما لازقاله بتدخل بوسطة بتخرج بوسطة، واخوك بقى عينه عليهم من ورا الدواليب. برضه مش دليل على انها بتحبه. والله يا ابن الناس انا قلت لك اللي اعرفه وانت حر. طب ايه رأيك لو اسأل أنسية نفسها؟ تسألها تقول لها ايه؟ اقول لها اني بحبها وعاوز اتجوزها. ما اعرفش، انا شخصيا ما وافقكش على كده. امال اعمل ايه يا غريب؟ عليك بقى تحلها لي زي ما عقدتها. اقول لك انا اقرب طريق تقول للاستاذ عثمان. ايه رايك؟ يا جدع انت بتهرج. انا بكلمك جد. طب واقول له ايه؟ روح قول له كانك بتستشيره في موضوع جوازك ده. ها؟ فكره والله، فعلا هروح اقول له. ادخل. حسين، اهلا. تعالى يا حسين افندي. استاذ عثمان. ايوه. انا كنت جاي استشيرك في موضوع. تحت امرك يا استاذ حسين، اتفضل. في حاجه؟ في يعني. مالك؟ ما تتكلم. كنت عاوز اقول يعني. اتكلم ما تخافش. هتكلم اهو، لازم اتكلم. نعم. كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه بخصوص الانسه أنسية. مالها أنسية؟ بحبها يا بيه. ها؟ طيب انا ايه داخلي في الموضوع ده؟ عاوز اخطبها. طيب ما تخطبها، انا ماليش دعوه انا بمسائل زي دي. اصل حضرتك يعني. اصل ايه وفصل ايه؟ ما تتكلم دغري يا حسين افندي. حضرتك بقى عارف كل حاجه. انت غريب قوي. اللي شافوا حضرتك قالوا لي. قالوا لك ايه؟ قالوا لي يعني ما تقدمش للانسه أنسية الا بعد ما استاذن حضرتك. وتستأذني ليه؟ انا مالي بيها؟ يعني مفيش بينها وبين حضرتك حاجه؟ بينها وبيني زي اللي بيني وبينك بالظبط، علاقه رئيس بموظف معاه مجتهد. امال ايه الكلام اللي بيقولوه الناس ده؟ الناس كذابه. صحيح كذابه يا عثمان بيه؟ طبعا. هو في حد ممكن يسلم من كلام الناس؟ ريحت قلبي يا بيه. وعليك بقى يا بطل انك تحافظ على أنسية وعلى سمعتها. ده شيء طبيعي يا فندم، طبيعي جدا. ربنا يهنيكم يا ابني، ربنا يهنيكم. تصور انا اعيط يا حامد طول الليل امبارح وانا بعيط. معلش يا عثمان، معلش، انا معاك انها ازمه طبعا، لان أنسية ما كانتش اي واحده بالنسبه لك، بس لازم تخلي الازمه تعدي. لاول مره في حياتي الاقي قلبي بيلعن الوظيفه والمكتب والطموح. لولا الحاجات دي يمكن كنت قدرت اعيش سعيد مع أنسية. ما كانش برضو حد هيوافقك يا عثمان. عشان فرق السن على الاقل. المجد بيكلف غالي يا حامد، غالي أوي. والجنون هو الشيء الوحيد اللي ممكن يطلعني من اللي أنا فيه، هو اللي يساعي المجد والعار جنب بعض، يساعي الحب والخداع والصدق والكذب. ايه ده كله؟ ايه ده؟ حاسب شوية يا عثمان. يا حامد عقلي ما بقاش سيعني، ما بقاش يستحمل العيشة اللي انا عايشها دي. خلاص بقى يا عثمان، انسى الحكاية دي، انساها. انساها ازاي يا حامد؟ مش قادر اتصور ان في انسان تاني ياخدها مني.
عزائك انك انت اللي قلت لا، ويمكن ده يخفف شوية. مفيش حاجة هتنسيني الهم ده. شفت ازاي ان ممكن أنسية تهد كل اللي بنيته في حياتي. أنسية خلاص يا عثمان راحت، اتجوزت. شوف نفسك انت بقى، شوف نفسك يا أخي. على رأيك قول لي قوم عشان أروح أزور السوفي بيه. طب وتزوره ليه راخر؟ أصله ما جاش المكتب النهاردة، بيقولوا إنه جات له أزمة ضغط أشد من الأزمة اللي فاتت. عن إذنك يا حامد. أشكرك يا أستاذ عثمان. لا شكر على واجب يا سوفي بيه. الحق إنك راجل يعني كريم يا أستاذ عثمان، ونبيل جدا. إن شاء الله يا فندم الشفا هيكون قريب، وهترجع تاني تنور مكتبك وتنور الديوان كله. مش باين والله يا أستاذ عثمان. ما تقولش كده امال، أنا إحساسي ما يخيبش أبدا. الطب ما يعرفش الإحساس يا ابني. مش كده امال. الحكيم نفسه قال إن الأزمة ممكن تفوت لو أنا مشيت على نظام مخصوص، بشرط إني يعني أستعفى وأسيب الوظيفة. ربنا فوق الطب والطبيب يا سوفي بيه. الله، سوفي بيه. أيوة يا عثمان، أيوة يا ابني. مالك يا فندم، مالك؟ أصلي دخت شوية. شد حيلك امال، أزمة وتعدي. يلا بقى حسن الختام. لا امال ان شاء الله هتخف وتبقى عال، وهترجع الديوان تاني تملاه حب وعمل. هو انا هقدر اعمل حاجة يا ابني بعد كده؟ لا يا سوفي بيه، العمل دايما بيكون من اسباب الصحة. مش في حالتي دي يا ابني. المهم دلوقتي الشعور بالرضا، وانا سعيد بالستر والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبحب الاصحاب والاحباب. انت الحقيقة يا فندم تستحق كل حب وتقدير. اللي بيفضل للانسان هو عمله الطيب يا ابني. ربنا يوفقك ويشفيك يا سوفي بيه. الف سلامة ليك، الف سلامة. الله يخليك يا عثمان افندي. يا سلام يا ام حسني، اما لو تمت الحكاية دي تعوض لي كل اللي قسيته. ربنا ينجح ما قصدك يا ابني. بس هي ايه دي؟ ادعي لي انت بس وليك الحلاوة ان شاء الله. روح يا ابني، ربنا ينجحك وينولك اللي ببالك يا رب. بس ايه هو اللي ببالك ده يا ابني؟ مش تنورني. هقول لك ايه بس اسمعي وانت ساكتة. ايه اسمع وانا ساكتة ازاي بقى؟ ما تقول بس يا ابني ايه اللي في مقصودك؟ اللي في مقصودي اني لازم اخدها. انا احق بيها من اي واحد تاني. انا ضيعت عمري عشانها. هي مين دي يا ابني؟ عارفه يعني ايه ضيعت عمري عشانها؟ الله، ما تقول لي بس وانا اروح اكلم امها وابوها، هم هيلاقوا احسن منك فين؟